مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد ومباشر من مصر، ورصد لكل الأحداث وما ينشر على مواقع الإنترنت وعلى صفحات الجرائد عن كل ما يحدث في مصر. الساحة المصرية هذه الأيام ومنذ ثورة 25 يناير مليئة بالأحداث نحاول أن نرصدها يوميا من خلال لقائنا معكم من خلال شاشة المصرية. حلقة النهاردة هتحتل جزء كبير منها جدا موضوع الانتخابات، خصوصا أن احنا النهاردة كان الإعادة في المرحلة الثالثة. أول الأيام الانتخابات شهدت إقبال منخفض إلى حد ما أو إقبال محدود، ربما يكون علشان الجو برد أو ربما هناك أسباب أخرى هنحاول أن احنا نتعرف عليها، ولكن هيكون معنا فقرة عن التوقعات للبرلمان القادم في ضوء نتائج الانتخابات اللي ظهرت لحد دلوقتي. أيضا في مشروع الحقيقة أو مبادرة لتحويل مصر من دولة نامية إلى دولة متقدمة. يمكن الكثير يستغربوا لما يسمعوا هذا التعبير أو هذا الموضوع، ولكن هنتعرف عليه بالتفصيل ونعرف إزاي. طبعا زي ما معودينكم دايما بنبدأ أول فقراتنا مع تحليل لما جاء على مواقع الإنترنت المختلفة من أخبار، وبيشرفنا وبينورنا في هذه الفقرة الأستاذ عبد العظيم الباسل الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد العظيم. نبدأ، اسمح لي أبدأ مع حضرتك أول خبر يمكن بيهم الكثير من المشاهدين. محكمة جنايات القاهرة أجلت قضية مبارك إلى جلسة 17 يناير الجاري، وحددت شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين ينتهي في 16 فبراير المقبل. وقررت المحكمة بدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من يوم 17 يناير وحتى 22 يناير من نفس الشهر. يمكن الكثير من يقرؤون أو من سيسمعون هذا الخبر بيطرحوا سؤال إنه لماذا كل مرة التأجيل؟ إحنا داخلين أهو في أكتر من يعني قربنا نعدي سنة منذ بدء المحاكمات، لماذا لا يتخذ نوع من التسريع في الإجراءات، ما يبقاش في تأجيل كتير؟ لأنه هذا التأجيل بيثير حفيظة الكثير من أبناء الشعب المصري. هو طبعا أنا معاك حضرتك، البعض بيتساءل يعني وبيصير في ذهنه كثير من الشكوك حول تأجيل المحاكمات من فترة لأخرى، ولكن هذا لو نظرنا في إطار المحاكمة العادية نجد أن هذا يسير في السياق الطبيعي، لأن لا محاكمة طبعا بدون دفاع ولا دفاع إلا أن يستكمل، سواء كان شهود نفي وفي إجراءات بالظبط وإجراءات تقاضي متعارف عليها. ومن هنا المحكمة يمكن الشيء المطمئن أنها أجلت ل 17 يناير على أساس أنها تسمع دفاع المتهمين، ومن 17 يناير ل 17 فبراير المحاكمة يومية ودون توقف للانتهاء من سماع هو دفاع المتهمين ثم دفاع المدعين بالحق المدني. نعم. ثم يوم 25 يناير تكاد تكون القضية قد اكتملت. يعني متوقع صدور حكم في يوم 25 يناير؟ طبعا احنا لا نستطيع ان نجزم، لان هذا ما دامت القضيه امام القضاء فعليه ان يعني تستكمل اركانها، ولكن هذا هو هينتهي اقوال الدفاع او المدعي سواء كان دفاع عن المتهمين او المدعين بالحق المدني، هتنتهي الاقوال تماما على 25 يناير وتنتهي ان تبدا اجراءات المحاكمه. انما الجديه في المحاكمه انه من 17 يناير ل 17 فبراير لن تتوقف المحاكمه يوم ولن تؤجل اثناء سماع دفاع المتهمين. نعم. الخبر الثاني، الفريق احمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه قال انه لم يكن يتمنى رؤيه الرئيس السابق مبارك في هذا الوضع على سرير في قفص الاتهام، وراى ان جمال مبارك وحشيته اللي تحكموا في ارزاق الناس ومصائرهم افقدهم التعاطف وادى لانهيار الامور فوق رؤوسهم. قال كمان في حواره مع صحيفة الأخبار: عملت مع الرئيس السابق وكان ذلك في بداية فترة رئاسته، كان بيعتني بالتفاصيل ويركز في كل شيء، لكن تركه الحبل في يد جمال مبارك أفسد الحياة السياسية وكان نكبة على البلد. وأكد أن كثير من الشرفاء كانوا معترضين على موضوع التوريث. وأضاف الفريق أحمد شفيق قال: أحزنني ما قاله البرادعي عني وتضمن مساسا بشخصي، فكنت أظنه مترفعا عن الصغائر، ولكن يبدو أن حب الناس لي أربكه وجعله يخرج عن شعوره. تعليق حضرتك على هذا الخبر إيه؟ قطعا ما فيش شك أن الفريق أحمد شفيق له مريدين وله غير
غير مريدين ان صح التعبير. وفي اطار الحمله الانتخابيه والتنافس بين البرادعي وبين اللواء شفيق قد يحدث كثير من الملاسنه وكثير من الرد والرد الفعل المضاد، ولكن بعيدا من الخلافات الشخصيه كل منهم له برنامجه، ونحن لسنا بصدد اشخاص ولكن بصدد برامج او بصدد خطط للنهوض بمصر ومعايير لمواصفات رئيس الجمهوريه القادم ورئيس الجمهوريه المحتمل. ولكن ما اود ان في راي حضرتك يعني من تنطبق عليه المعايير اكثر؟ يعني هو طبعا للاسف الشديد، يعني انا النهارده عايز اقول لحضرتك على حاجه، كثيرين وفقا لاستطلاعات الراي اللي تمت سواء من المراكز البحثيه او المراكز السياسيه قدمت بعض المرشحين واخرت البعض الاخر. جاء مره البرادعي في المقدمه ثم تراجعت شعبيه البرادعي، جاء الدكتور عمرو موسى في المقدمه وتراجعت عمرو موسى، اختلفت النسب. ولكن اللي شايفينه احنا النهارده انه كان فيه بما يسمى الاستفتاء اعلامي او استفتاء شعبي، يعني الاعلام والقنوات الفضائيه فهمت كثير في رفع شعبية البعض والهبوط بشعبية البعض الآخر من خلال المداخلات ومن خلال شرح برامجهم ومن خلال الجولات التي كان يقوم بها المرشحون. ولكن يظل الشعب المصري عبقري في اختياراته ويظل اختياراته مفاجئة. كما قلنا البعض مش هينزل انتخابات والبعض هيراهن على انه يقعد، والبعض شايف ان الانتخابات ما هتأديش لشيء، والبعض كان بيحضر من جوه الانتخابية وخرج الشعب عن بكرة أبيه ليقول كلمته في الصندوق. ربما يفاجئنا أيضا الشعب المصري بعبقريته في اختيار مرشح قد لا تكون عليه عين، وربما ايضا لا نستطيع ان نتكهن ونسبق الاحداث. قد يكون المرشح الرئاسي القادم لم يترشح بعد، لم يظهر بعد. نعم. انما هي الجزئيه الاولانيه اللي حضرتك اشرت ليها ارجو تذكرتي بها اللي هي التعليق اللي علقوا على الرئيس السابق مبارك انه التوريث هو اللي افسد كل شيء وترك زمام الامور في يده. ما فيش شك ان قضيه التوريث هي كانت المسمار الاول والاخير الذي دق في اسفين النظام السابق او في نعش النظام السابق، لان الكل بالفعل كان ضد التوريث، وكان ولعب دور جمال مبارك والسيده حرم الرئيس المخلوع كما يتداول اعلاميا بانها هي التي ساهمت ايضا في يعني الحد من خطته او التاثير عليه. ولكن في النهايه كنا نتمنى ان الرئيس في حاله الاتهامات الموجهه ضده ان يقف ويدافع عن نفسه، لكن حته الاستكانه دي ودخول المحكمه على سرير المرض في كل مره هذه لا تثير التعاطف بقدر ما تثير التحامل او تثير يعني منظر ما غير مستحب لرجل عسكري ورجل كان يرأس دوله لمده 30 سنه، وكان رجل اذا كان لديه من القوه والحق ان لديه حق يدافع به عن نفسه فكان يجب ان يقف مدافعا عن نفسه وليس في هذا المنظر الذي لا يثير الاشمئزاز بقدر ما يثير التعاطف. نعم. برضه هو قال انه كثيرا من الشرفاء كانوا معترضين على التوريث. كان قصده الشرفاء اللي داخل القصر الرئاسي او داخل البيت السياسي، ولا قصده الشرفاء من الخارج؟ طبعا كان هناك بعض الفصائل من الخارج، وكان بعض اعضاء مجلس الشعب والشورى معترضين، وكان تحديدا المؤسسه العسكريه ليس سر يذاع كانت معترضه على قضيه التوريث، وهذه حقيقه يحمد لها. فلا بالنسبه للقصر او الرئاسه مجموعه الرئاسه هم كانوا مهندسين التوريث لا خلاف على هذا، وكانت الشله المحيطه والمقربه جدا بالرئيس المخلوع كانت كلها تسعى لتوريث جمال مبارك الحكم على طبق من فضه. ولكن المعترضون كانت المؤسسات الوطنيه او كانوا الشرفاء فعلا في هذا البلد الذين كانوا يروا في التوريث ان هناك فرق بين جمهوريه وبين مملكه، بين ملكيه وبين جمهوريه، وان جمال مبارك ليس هو الاوحد او الاصلح ليقود مصر في المرحله القادمة. جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس منظمة كارتر الدولية للسلام أكد خلال استقباله للمشير محمد حسين طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، قال أن الانتخابات في مصر كانت حرة وإيجابية خلال المراحل الثلاثة، متمنيا أن تسير الأمور في مصر على هذا المنوال بدون قلاقل وعقبات في المرحلة القادمة. زيارة كارتر وتعليقه على الانتخابات البرلمانية الحرة يثير ان يعني احنا بنبدا ان احنا نخطو خطوات بالفعل تجاه الاستقرار بالرغم من مخاوف وتحذيرات وجروبات بتطلع على الفيسبوك انه في كارثه محققه هتحصل تاني يوم 25 يناير هتكسر فرحه الشعب المصري بثوره 25 يناير. يعني هو طبعا كلام السيد الرئيس جيمي كارتر في هذا الرئيس السابق طبعا للولايات المتحده الامريكيه في هذا التوقيت بالذات وشهادته حول الانتخابات البرلمانيه في مرحلتها الاخيره او في ماراثونها الاخير في جوله الاعاده، اعتقد انها لها دلاله
ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. اولا خاصه فيما نمي او كثر في الفتره اللي فاتت خلال اليومين الماضيين من كثره الطعون التي شابت العمليه الانتخابيه. هناك البعض يقول وهناك دعاوى مرفوعه امام القضاء الاداري وصلت الى 57 دعوه قضائيه، بالاضافه لهناك بعض اساتذه الفقه الدستوري سواء في جامعه الاسكندريه او في غيرها من الجامعات المصريه يرون ان الانتخابات التي تمت يشوبها جزء من البطلان. لان هي الهدف البطلان فين برضه عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا في الصوره. هناك الاعلان الدستوري شرح التلتين للقوائم والتلت للفردي. ماذا حدث؟ التلتين للقوائم قوائم حزبيه والتلت للفردي او المستقلين. ان القوائم الحزبيه رشحت على قوائمها الحزبيه ورشحت ايضا مرشحين على احزابها مع الفردي، فزحمت المستقلين في فرصتهم. طب واين اللجان المسؤوله عن يعني ضمان دستوريه العمليه الانتخابيه؟ نحن طبعا لا نسبق الحقيقه، لا نسبق القضاء، ايضا ده قضاء اداري وهناك دعاوى مرفوعه امام القضاء وعلينا ان نمتثل ولا نشكك في احكام القضاء، بدليل ان القضاء الاداري اقر ببطلان بعض الانتخابات في دوائر بعينها واعادها، فعلينا ننتظر الى ان ينتهي من احكامه النهائيه، خاصه انه اجل الحكم على بطلان الانتخابات ل 24 يناير القادم. احنا برضو يعني عايزين نعرف راي حضرتك، حضرتك كنت عضو برلمان سابق وايضا صحفي برلماني، توقعاتك للبرلمان القادم. هناك بعض الاقلام بتقول ان البرلمان ده لن يستمر كثيرا، راي حضرتك ايه؟ الحقيقه انا يعني اتمنى ان يستمر البرلمان القادم، نتمنى ان يستمر لانه هو المؤسسه الشرعيه المنتخبه الوحيده في مصر الحديثه او في مصر الجديده، نتمنى ان يحدث عليه رضاء، نتمنى ان تحدث الاحزاب التي وصلت بمقاعدها لمقاعد البرلمان ان تتآلف فيما بينها وتضع دستور. القضيه مش قضيه برلمان انه يكمل دورته او يحل او لا يحل، القضيه هو ان يضع اساس لمصر من خلال سلطه تشريعيه منتخبه. طب النسب المفروض بيقولوا انه هيبقى 60% للجنه التاسيسيه و40% للبرلمان. قيل هذا ده مشروع لسه ما فيش لكن لسه ما فيش اي حاجه لسه ما فيش اتفاق عليه، لان البرلمان هو من حقه انه هو اللي يشكل، هو اللي يدعى اللجنه. هذا البرلمان سيضعها توافقيا ايضا، لانه حتى الان لم يحقق حزب من الاحزاب اغلبيه مطلقه. نعم. اكثر الاحزاب الحريه والعداله حصل على ما اعتقد على 203 مقعد. هذه لا تشكل له اغلبيه مطلقه. علينا ان ننتظر نتيجه الاعاده التي ستظهر بعد باكر او بعد الغد، وعلينا ان نرى التألفات او التحالفات التي ستتم تحت قبه البرلمان في الاختيار الجمعيه التاسيسيه التي ستضع الدستور وتحدد شكل النظام الرئاسي في مصر في المرحله القادمه، سواء كان نظام برلماني او نظام رئاسي او نظام مختلط، حتى نختار رئيس الجمهوريه القادم وفقا لشفافيه ومعايير منطقيه. هل تتوقع صدام ما بين المجلس العسكري والبرلمان القادم اثناء وضع اسس او اختيار اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور؟ نتمنى الا يحدث هذا الصدام، ولكن وفقا للمؤشرات الموجوده او المؤشرات المطروحه ان الاحزاب داخل مجلس الشعب التي وصلت الى الحكم لن يكون للعسكر اي اتجاه او لن يكون لهم اي وصايه على وضع الدستور، وهكذا يجب. وانا من انصار هذا الراي. الدستور مدني لدوله مدنيه يضعه نواب البرلمان الذي اختارهم الشعب بارادته، ولكن الاشكاليه فيما اعتقد او نقطه الصدام ستكون حول وضع المجلس العسكري فيما بعد. وضع المجلس العسكري في ظل الحكومه المدنيه، في ظل الحكومه الرئاسيه، في ظل بعد رئاسه جمهوريه مدني، بعد رئيس جمهوريه مدني. هل سيكون هناك مجلس عسكري، مجلس قومي يمثل فيه العسكر او يمثل فيه اعضاء من المؤسسه العسكريه لاتخاذ القرارات الاستراتيجيه الهامه مثل الحرب، مثل العلاقات السياسيه الدبلوماسيه، مثل حل الوزاره، مثل حل المجلس؟ يعني هذا مسار خلاف او مسار اتفاق واختلاف لسه غير محدد، لسه غير محدد. لكن انا مش عايزين نسبه الخطوات. علينا ندعو بتقولي 25 يناير، نتمنى ان يكون 25 يناير القادم احتفاليه بثورة يناير المجيدة تتوافق فيها كل الفئات التي اشتركت في هذه الثورة، لا مظاهرات ولا اعتصامات، وتؤكد مش معنى هذا أن تكون احتفالية كما حققت كل أهدافها، لا، يتم التأكيد فيها على ضرورة تحقيق أهداف الثورة، يتم فيها لتشكيل دستور تتفق عليه كل فئات الشعب، يتم فيها لإعلاء قيم الدولة المدنية وحرية التعبير والنص على دستور شامل وكامل وصاين لكل الحريات للشعب المصري. نعم. الدكتور زين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية قال إن مدة الترميم اللي بتحتاجها وثائق ومقتنيات المجمع العلمي بمختلف درجات إصابتها تتراوح ما بين 10 سنين ل 13 سنة تقريبا، وأيضا أشار إن تكلفة الترميم غالية جدا
جدا، وقد تصل على مدار تلك السنين اللي هي اللي من 10 ل 13 سنه لحوالي 450 مليون جنيه، وممكن تكون قابله للزياده كمان نظرا لشراء خامات مختلفه ومتنوعه وادوات واجهزه خاصه بالترميم، بالاضافه الى اجور المرممين على القائمين على هذا العمل، يعني خساره بكل المقاييس. كيف يمكن تلافي وقوع مثل هذه الاحداث مره ثانيه؟ كيف نحمي اثارنا؟ كيف نحمي تاريخنا من النهب؟ يعني ازاي ان احنا نضمن ان مفيش اي مبنى اللي بيضم اثار مصر زي المتحف او مكتبه اسكندريه او غيره، ازاي نحمي الاماكن دي بحيث ان مفيش اي حد يتعرض لها؟ طبعا احنا ما فيش شك ان السيد وزير الداخليه اعلن اكثر من مره بان هناك لجان سوف تكون هناك. في الاول من الصور اعلن هناك لجان شعبيه لتامين المنشات الهامه. نعم. في يوم 25 يناير الداخليه اعلنت من جانبها انه سيتم ايضا تامين المنشات الحكوميه والمؤسسات الحكوميه في هذا اليوم. جميع الاحزاب ومن هنا ادعو جميع المخلصين لهذا البلد وجميع الوطنيين ان تقطع اي يد تمد للعبث باي مؤسسه قوميه، لان خسارتنا حقيقه في المجمع العلمي خساره كبيره جدا. هذا المجمع الذي كان لا يضاهيه الا مجمع في باريس، هذا المجمع اتعرض لحريق شديد. زي ما بتقولي خسارته النهارده 450 مليون، وبعدين احنا قاعدين النهارده مستنيين منح من فرنسا ومنح من قطر ومنح من بعض الدول. صحيح ان الكل بادر في جهود الترميم وقدم مبادرات محموده لانه يشارك في ترميم المعهد العلمي واعادته الى اصوله، ولكن المجلس الاعلى اعلن بانه سوف الذي يقوم بالتامين، وايضا وزاره الاثار والثقافه تعهد بذلك. وقبل هذا وذاك لابد نحن كوطنيين وكمصريين ان نحمي منشاتنا ولو بدروع بشريه من اي يد بتعبث بها، وهذا هو الرهان الحقيقي يوم 25 يناير. نتمنى ان مره اخرى ان يتم هذا اليوم في شكل احتفاليه جميله لا يحدث فيه ما يقدر صفوها من اعمال تخريب او حرق او هدم. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أعلن وثيقة الحريات الأساسية اللي بتتضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي، لتكون أساسا يتضمنه الدستور اللي سيتم إعداده. وتعبر الوثيقة عن رؤية المؤسسة الدينية بالتعاون مع المثقفين والمفكرين. يمكن يا أستاذ عبد العظيم هذه الوثيقة جاءت ردا على التصريحات النارية اللي بنسمعها من بعض الأحزاب أو من ينتمون لبعض الأحزاب والتيارات الدينية وتحديدا التيار السلفي، جاءت لتعبر عن الاعتدال الحقيقي اللي بيأمر بالدين الإسلامي. لو أذنتي لي أنا من هنا عايز أقدم تحية للشيخ الطيب النجار، شيخ الأزهر أحمد الطيب آسف. الشيخ أحمد الطيب قايم بدور رائع جدا، وهو شخص صادف قبول من مختلف التيارات السياسية، ودعوته بالغد قبل احتفالات 25 يناير للتأكيد على الحريات الأربع، سواء كانت حرية العقيدة أو حرية الفكر أو حرية الإبداع. هذه الحريات التي لا يجب أن تصان، وتضمنها أيضا في دعوته أن يمثلها دستور قاطع وبات وحاد وشامل في أن المساس بهذه الحريات هو اعتداء على الكرامة الشخصية، واعتداء على حرية التفكير، واعتداء على حرية العقل، وهذا يمثل دور الأزهر الذي افتقدناه من فترة طويلة. نعم. فأنا بعتقد أن مؤسسة الأزهر بتقوم بدور، وهذا التوافق الأول مرة هتضم الكنيسة، هتضم تيارات فكرية، هتضم مختلف الأحزاب غدا للاتفاق على شكل الاتفاق على وثيقة الحريات الأربع هذه وتوقيعها ووضع شكل احتفالي ليوم 25 يناير. هذه خطوة محمودة للأزهر، ويخص بالذكر أيضا الدكتور الطيب أنه كان ساعي فيها، وهو من العقليات المتنورة والمفتوحة المتفتحة آسف. ونتمنى أن يقوم الأزهر وأن يؤكد على هذا الدور دائما، ويتولى مثل هذه المهام الكبرى في محاولة للم أكبر قدر من أي خلال أو شتات أو اختلاف بين القوى المختلفة. طب أفهم من حضرتك أنه إحنا يعني المرجعية للدستور هتكون الأزهر ووثيقة الأزهر، أم هتكون مرجعية الأحزاب الدينية؟ لأن إحنا عندنا أحزاب دينية، عندنا حزب النور، عندنا حزب الحرية والعدالة، كلها أحزاب ذات مرجعية دينية. يا أستاذة، لا يمكن أن يكون الدستور يبنى على مرجعية دينية، ولا يجوز للدستور أن يبنى على رؤية أغلبية. هذه الأغلبية في مختلف الدساتير العالمية لا تصنع دساتير. الدستور هو نتاج تفاعل قوى الشعب بمختلف فئاته، مثقفين ودكاترة وأطباء وعلمانيين ومسلمين ومسيحيين وأساتذة جامعة ورجال إعلام ورجال قانون. لابد أن يأتي الدستور متوافقا من مختلف هذه الفئات، لا يبنى على مرجعية فئة بعينه. لأن ببساطة إذا كان من يرون في الأحزاب الدينية أنهم يمتلكون الأغلبية اليوم ويريدون أن يشكلوا الدستور وفقا لرؤيتهم، هذه الأغلبية قد تكون غدا محل أقلية. نعم. فمن حق أي أغلبية أخرى جاءت أن تعبث بالدستور كما تشاء. الدستور هو أبو القوانين، يجب أن يوضع ممثلا لكل فئات وتيارات الشعب على اختلاف انتماءاتها، لا مساس
باي ماده من مواده، ولا لا احد يجوز ان يتجرأ عليه. فمن هنا ارى في وثيقه الازهر كانت وثيقه ايضا محل اجماع. وثيقة الازهر التي كانت تتفق في الحدود القيم وحريه الاعتقاد وحريه العقيده وحريه الفكر والحريه الانسانيه، هذه مبادئ عامه لابد ان نتفق عليها جميعا. فلماذا لا يكون فعلا وثيقه الازهر تكون محل اساس؟ هي استرشاديه وليست ضروره، مش فوق الدستور، ولكنها مبادئ استرشاديه قد تسترشد بها اللجنه المنوطه بوضع الدستور. انما لا يجب ان يبنى مره اخرى، واؤكد الدستور عن وجهه نظر فيها حتى وان كانت اغلبيتها مطلقه. والا نتحول للحزب الوطني الجديد. ما ينفعش. نحن يعني عانينا من آلام الأغلبية وعانينا من مشاكل الأغلبية، وقد إيه الأغلبية كانت بتصوت لنفسها وكانت بتختار لنفسها وكانت بتنفذ لنفسها، فمش معقولة يعني ننهى عن شيء ونأتي بمثله. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم الباسل، بشكر وجود حضرتك معنا في هذه الفقرة، وإن شاء الله نلقاك على خير في حلقات أخرى من مباشر من مصر. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خليكم معنا، هنطلع لفاصل ونرجع ونشوف تقرير عن الانتخابات ونكمل فقرات برنامجنا. خليكم معنا مع مباشر من مصر. مشاهدينا، من خلال التقرير يمكن تم طرح العديد من الأسئلة، كلنا أكيد بتدور في أذهاننا هذه الأسئلة من أجل التوصل أو محاولة التوصل لإجابات عن الأسئلة اللي كانت في التقرير. من سيتحالف مع من؟ وهل عدو الأمس هيصبح صديق اليوم؟ مع تحفظي على كلمة عدو وتحفظ ضيوفي أيضا على كلمة عدو، لأن لازم كلنا نكون جبهة واحدة ويد واحدة للنهوض بمصر في المرحلة الحرجة دي. عن الانتخابات وشكل البرلمان القادم هنحاول نستوضح الكثير من النقاط مع ضيوفنا الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة، والأستاذ تامر الميهي عضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي. أولا برحب بحضراتكم. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الحزب المصري الديمقراطي مش الوطني الديمقراطي. لا، الحزب المصري الديمقراطي. لا انا يمكن غلطت، معلش عذرا. يعني الحقيقه الانتخابات انتهت على خير او شكت على الانتهاء. الاعاده النهارده كانت بتاعه المرحله الثالثه، في خلال 48 ساعه بكتير كل حاجه هتبقى واضحه، بالرغم انه هناك من يقولون ان الانتخابات حسمت بالفعل او على الاقل بنسبه 90% منها. ولكن اللافت للنظر انه ليس هناك حزب حصل على أغلبية مطلقة، مما يثير تحفظات البعض أو شكوك البعض بأنه البرلمان الجاي هيبقى فيه كتير مشاكل، هيبقى فيه كتير صراعات، ما احناش عارفين مين المعارضة ومين الأغلبية لأنه ما فيش أغلبية أيضا. فأبدأ بالدكتور عمرو، تحليلك لهذا الموضوع. تفتكر شكل البرلمان هيكون ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أظن حضرتك الشكل اللي حضرتك تفضلت بيه وإن ما فيش أغلبية واضحة ده ميزة مش نقيصة يعني. احنا اصلا في حزب الحريه والعداله من الاول احنا اعلنا من زمان يعني ان احنا لا نسعى للحصول على اغلبيه في البرلمان، وسعينا للتحالف الديمقراطي من اجل مصر، ومعانا كان 10 احزاب اخرى من اطياف مختلفه، وكانت رساله واضحه ان نتعاون مع الجميع، وانه المشاكل اللي مصر بتواجهها اكبر من قدره اي فصيل بمفرده انه يواجهها. نعم. وبالتالي لما يطلع البرلمان في هذه الصوره بحيث انه ما فيش حزب واخد اغلبيه مطلقه بمفرده، ده هيدفع، المفروض ان هو يدفع كل القوى وكل الاحزاب انها تتعاون مع بعض في سبيل مصلحه مصر. لو كان في اغلبيه واضحه لاي حزب من الاحزاب كان هينفرد بالقرارات وكان هيبتدي يعني يستقل بيها ورؤيته هي اللي هتفرض. قد يكون ده هو الديمقراطيه عاده يعني، ولكن في الوقت ده من مصر مصلحه مصر مش كده. الحقيقه مصلحه مصر ان الجميع يتعاون، لان الامور اللي بتواجهنا مش امور لا هي خاصه بايديولوجيه معينه ولا خاصه بتوجه فكري او سياسي معين، هي مشاكل نتيجه ميراث سنين طويله من الاستبداد والفساد والتخلف، وكل الاطياف اللي موجوده من مصلحتها انها تتعاون عشان تقضي على هذا. فانا عشان كده بقول لحضرتك اذا فعلا اخلصت الاحزاب والقوى السياسيه الموجوده النيات ممكن تتعاون مع بعض، يبقى ده ميزه وليس نقيصه يعني. نعم. استاذ تامر، عايز اسال حضرتك، هل تتوقع انه نتائج المرحله الثالثه هتفرق في موضوع حصول حزب معين او اكتساح حزب معين لاغلبيه المقاعد في البرلمان؟ لا، ما اعتقدش ان هيبقى في فرق. اعتقد ان النسب هتظل كما هي بشكل اساسي، واعتقد زي ما قال الدكتور عمرو ان ده شيء جيد في مصلحه الوطن اذا احسن ادارته.
اذا احسن استغلاله. يعني ساعات الخلافات بتبقى دافع لاثراء الواقع السياسي، ما بتبقاش دافع لان هو الواقع السياسي ينهار. ده بيتوقف على قدرة الفصائل السياسية، وطبعا بالذات الفصائل اللي هي حاصلة على الأغلبية زي الحرية والعدالة، على إدارة العلاقة مع القوى السياسية الأخرى، على إدارة العلاقة مع ميدان التحرير والناس اللي بتطالب باستكمال مهام الثورة، على إدارة العلاقة مع السلطة الانتقالية القائمة، وإزاي إن احنا نقدر نعدي هذه المرحلة بسلام. دي تحديات كل المصريين مجمعين عليها ومجمعين على أهميتها، والمرحلة الجاية لازم هتشهد نوع من إعادة ترتيب الأوراق. أنا في تصوري إن التحالفات اللي تمت كانت ضرورية لعبور مرحلة الانتخابات. في تصوري إن هذه التحالفات ممكن جدا إنها تختلف في المرحلة الجاية. ممكن جدا نلاقي إن في إعادة اصطفاف بين وهذا هو يعني ما هو متوقع بالفعل. يعني الكثير من الاقلام الصحفيه رصدت هذا وتتوقع حدوثه. هعود مره اخرى للدكتور عمرو انه العلاقه بين حزب الحريه والعداله وحزب النور السلفي قبل بدء الانتخابات كانت بتاخذ منعطف يشبه التعاون او التضامن او يعني كانوا على الاقل كنتم بتسيرون على نفس الطريق. ومنذ بدايه العمليه الانتخابيه وحتى الان حصل خلاف رهيب وحصل تبادل للاتهامات وتراشق بالاتهامات الى درجه كبيره، مما اثار تساؤلات البعض انه هذا التحالف قد انتهى وقته، وانه ممكن الحريه والعداله يتحالف مع الكتله المصريه او مع اي حزب اخر او اي كتله حزبيه اخرى في البرلمان. هل هذا كلام صح؟ هو في بس بعض الامور من الناحيه التاريخيه يعني مش مظبوطه قوي، لانه احنا ما كانش عمره ما كان في تحالف مستقل ما بين الحريه والعداله وحزب النور. طب يمكن الناس ربطوهم ببعض نظرا لانه الاثنين لهم مرجعيه زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، الناس ربطوهم ببعض. لكن واقع الامر انه كان اصلا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا شاركنا في تاسيس التحالف الديمقراطي من اجل مصر. وحزب النور كان احد الاحزاب اللي كانت فيه، وكنا وصلنا لاكثر يمكن من 40 حزب، بس اول حزب خرج من هذا التحالف هو حزب النور. الكلام ده كان يمكن في اوائل شهر اغسطس، فمن كام شهر، وبالتالي قبل الانتخابات ما كانش فيه تعاون ولا تنسيق مع حزب النور ولا حاجه. يعني هو بالعكس، يعني احنا كان انتهى الامر ان احنا اعضاء في التحالف الديمقراطي مع احزاب بمرجعيات مختلفه. في احزاب منها احزاب ليبراليه زي غد الثوره، احزاب اشتراكيه زي المصري العربي الاشتراكي، احزاب قوميه زي الكرامه، يعني كل الاحزاب، يعني يمين وسط زي حزب الحضاره. فكان كل الاحزاب المشاركه في التحالف ما فيش ولا حزب فيها نقدر نصنفه ان هو حزب ذو مرجعيه يعني دينيه واضحه يعني زي حزب النور. التحالف ده اثبت والحمد لله نجح من الناحيه الانتخابيه، فاثبت عن قدره حزب الحريه والعداله ان هو يتعاون مع احزاب من اطياف مختلفه في تحقيق اهداف مشتركه انتخابيه. والحقيقه الاتفاق على الحصص الانتخابيه بيكون من اصعب الامور، فطالما حصل هذا التوافق فواضح ان احنا نقدر نتمه، وبالتالي ما فيش اي شيء يمنع بعد كده انه يبقى في احزاب اخرى لها مرجعيات مشابهه للاحزاب اللي موجوده في التحالف الديمقراطي انها تبقى برضه موجوده معانا ونتعاون معها، سواء على مستوى البرلمان او على مستوى حكومه او اي مستوى من المستويات. والموضوع زي ما قلت لحضرتك في الاول، الموضوع ليس ايديولوجي. ما حدش يقول اطلاقا انه زي ما الناس كلها بتفترض الحريه والعداله مثلا خد 40% والنور مش عارف 25%، يبقى اذا الاسلاميين خدوا 65%. هذه المعادله اللي بتذكر كثيرا المفروض انها تذكر غير وارده وغير موجوده. طب بعد ما حدث اثناء الانتخابات وحصل تبادل الاتهامات ما بين الاطراف المختلفه سواء ما بينكم او ما بين ممثلي حزب النور السلفي، مشاكل بخصوص الدعايه الانتخابيه، مشاكل بخصوص القائمين على صناديق الانتخابات، وفي قضايا اترفعت وفي حاجات رفعت للقضاء الاداري. هل بعد هذه الاحداث ممكن في يوم من الايام يحصل تحالف ما بين حزب النور السلفي وحزب الحريه والعداله؟ هو الاحداث دي كلها احداث بتبقى طبيعيه في ظل الانتخابات، يعني مش بالضروره ان يكون انعكاسها يعني قطيعه مثلا بعد كده او حاجه، لكن في نفس الوقت يعني احنا منتظرين لما تكتمل صوره البرلمان ونشوف بقى مواضيع التحالفات دي. لكن انا لا اظن وزي ما كتير من قادة حزب النور حتى صرحوا انه في المستقبل القريب ممكن يكون في تحالف ما بين حزب الحريه والعداله وحزب النور. احنا ملتزمين بالتحالف الديمقراطي، ملتزمين بالاحزاب اللي احنا متفقين معاها، وممكن ده يتسع.
فمش من الواضح ان حزب النور ممكن في هذه المرحله بالذات يلحق، بس ده ملوش علاقه بالمعركه الانتخابيه، لان المعركه هي معركه انتخابيه. التقرير لما ذكر العداوه او العداء او كده، طبعا ده شيء يعني ايه، احنا بنتكلم على معركه انتخابيه، حتى كلمه معركه برضو يعني يمكن تكون مش دقيقه قوي، يعني الانتخابات، الحمله الانتخابيه خلينا نقول. فالحمله الانتخابيه طبيعي فيها تنافس، وطبيعي فيها مناوشات، وطبيعي فيها انصار ناس اعصابها بتتشد، لكن ده مش المفروض يكون له تاثير على العمل السياسي بعد كده. نعم. لكن المعادله الاوتوماتيكيه بتاعت حزب الحريه والعداله زائد حزب النور يساوي الاغلبيه دي انا ما اظنش انها معادله قائمه، واحنا لا نسعى ليها، لان احنا كنا عايزين نسعى ليها، كنا سعينا ليها من الاول يعني بتكوين تحالف اسلامي صريح. نعم. وده لم يحدث يعني. نعم. اسمحوا لي اخذ اتصال من الصحفي خالد عز الدين في الوادي الجديد، هيكلمنا عن مجريات الامور النهارده من حيث ظروف سير العمليه الانتخابيه. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، واهلا بيك. اهلا بحضرتك. النهارده يعني كيف كانت سير العمليه الانتخابيه في اول ايام الاعاده في المرحله الثالثه؟ محافظة الوادي الجديد بصفة عامة قبل أن أدخل في العملية الخاصة بجولة اليوم، كانت كما تعلم حضرتك 11 قائمة ب44 مرشح على الأحزاب، وكانوا هناك 41 مرشح بالنظام الفردي. انتهت العملية خلال المرحلة الأولى بثلاث مقاعد على القوائم لحزب النور مقعدين، وحزب الحرية والعدالة مقعد واحد، وحزب العرب الناصري مقعد واحد. واليوم كانت جولة العادة ما بين اثنين على مقعد العمال والفئات. نعم. ما بين حضرتك مرشح حزب النور علاء عبد اللطيف وعبد المنعم اسماعيل حزب الحرية، وعلى المقعد الفئات ما بين مرشح حزب الحرية والعدالة محمد عبد المجيد وسيد ماني حزب النور. نعم. العملية الانتخابية حضرتك جرت في جو هادئ جدا في محافظة الوادي. هادئ من حيث عدم وجود معرقلات ولا من حيث عدم وجود إقبال؟ لأنه احنا يعني كل التعليقات والأخبار اللي جات لنا إنه ما كانش فيه إقبال جماهيري زي المراحل الأولى والثانية. لا، هو حضرتك احنا النهارده كنا في المركز الصحفي، ويمكن نهايه اليوم كان المركز الصحفي بيعقد مؤتمرين الساعه 12 ظهرا والساعه 8 مساء بعد انتهاء العمليه الانتخابيه، ويأكد المتحدث الاعلامي للمركز الصحفي على انه الاقبال اليوم في محافظه الوادي الجديد بلغت نسبتها حوالي 20%، وده اعتبروه مؤشر متوسط لحضور المواطنين في محافظه الوادي الجديد للاقبال على العمليه الانتخابيه. مؤشر متوسط وليس منخفض. شكرا لحضرتك الصحفي خالد عز الدين مندوبنا في الوادي الجديد. اسمحوا لي ناخد الاستاذ توفيق من اسكندريه لانه عنده سؤال للدكتور عمرو. اتفضل يا استاذ توفيق. استاذ توفيق يا ريت توطي صوت التلفزيون. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس كنت عندي سؤال للدكتور عمرو دراج، يعني بالنسبه للاساتذه بتوع حزب النور. نعم. اتفضل حضرتك سؤالك. بس هو الاستاذ الدكتور عمرو دراج ليس ممثلا لحزب النور السلفي. لا، انا عارف ان هو حزب الحريه والعداله. انا عارف ان هو حزب الحريه والعداله. اتفضل سؤالك يا فندم، اتفضل سؤالك، احنا سامعينك. انا بساله يعني مدى شده العداء الشديد اللي كان من بتوع حزب النور والمصريين الاحرار، ويعني هجوم شديد على الاخوان اثناء الحمله الانتخابيه. نعم. وبعد كده يسمح لهم انهم يتحالفوا معاهم. انا كشخص ارفض هذا، وانا يعني اديت صوت للحريه والعداله مش علشان يتحالفوا مع حزب زي حزب النور او حزب المصريين الاحرار. شكرا لرأي حضرتك، والدكتور عمرو هيجاوب، ولو انه هو جاوب على اغلب سؤال حضرتك. لو حضرتك كنت تابعت الحلقه من الاول كنا بنتكلم في هذا الموضوع تحديدا، ولكن ايضا اذا عند حضرتك اي تعقيب. يعني انا بس بطمن يعني الاستاذ انه هو يعني كل المناوشات اللي حصلت والكلام ده انا برجعه برضو ليس
لاختلافات او عداوات او كده، لا هو كل اللي بيحصل انه في الانتخابات شيء طبيعي بيكون في حملات وحملات مضاده، وساعات في ناس بتتجاوز فيها، لكن مش المفروض ده يعني يؤثر على العلاقه المستمره. موضوع التحالفات ده موضوع تاني، لان موضوع التحالفات بيتعلق بسياسات، بيتعلق ببرامج. ايه هي الاحزاب اللي هتتوافق في البرامج او في مشروعات القوانين او في اجنده العمل في الامور المختلفه اللي بتواجه الوطن، تتوافق بحيث يصل هذا التوافق قد يصل الى تكوين تحالف. هو ده اللي بيبحث بعد كده. وانا ذكرت يعني المشاهدين انه مش لا نظن من الوارد ان يبقى في المدى القريب تحالف مع حزب النور. ما حدش اتكلم على تحالف ايضا مع المصريين الاحرار، بس سمعنا عن تحالف مع الكتله المصريه. لا، ما حضرتك الكتله المصريه وكما اعلن يعني ممكن برضو نسمع توضيح في هذا الامر، يعني انه صرح اكثر من مره ان تحالف انتخابي كان هدفه اساسا يعني العمليه الانتخابيه، وليس بالضروره ان التحالف يستمر في البرلمان. يستمر في البرلمان. فيعني اي اعضاء في هذا التحالف هتبقى احزاب منفرده في البرلمان محترمه وليها مقاعد، ووارد ان يحصل في تعاون معها، يعني مفيش. نعم. هعود للاستاذ تامر الميهي عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي، بس اسمحوا لي اخد استاذ خالد مننا، لانه قناه من المحافظات اللي دايما بنحب ان احنا نحطها محل نظرنا في اثناء العمليه الانتخابيه نظرا للظروف القبليه لهذه المحافظه، ومحافظات صعيد مصر دائما بتبقى محل نظر ومحل اهتمام منا كلنا. اتفضل يا فندم. تحياتي للزملاء باستوديو الهواء مباشر من مصر. اليوم في محافظة قنا مر هادئا، لكن المشهد الانتخابي الاول في هذا اليوم هو ان الاقبال كان ضعيفا في هذا اليوم، وعلى طريقة مباراة كرة القدم اذا كان الشوط الاول للاعبين والشوط الثاني للمدربين، فان الشوط الاول للناخبين اليوم والشوط الثاني غدا للمرشحين الذين يعرفون وجهة الصوت الانتخابي. نعم. المشهد الانتخابي هنا في محافظة قنا العصبية القبلية في منافسة بين قبائل الاشراف والعرب والهوارة تغلف هذا المشهد الانتخابي، لكن هناك ايضا توجهات الحزبية للحرية والعدالة والنور السلفي في وجهة نظر الناخب القنائي. الانتخابات في محافظة قنا تدور في دائرتين، الدائرة الأولى وتشمل قنا وقف، والدائرة الثانية وتشمل قوس ونقادة. الإقبال اليوم كان بدأ ضعيفا لكنه انتهى مع نهاية هذا اليوم أصبح تقريبا متوسطا. غدا ربما يزيد هذا الإقبال. كما تعلمون أن الدائرة الثالثة ومقرها نجا حمادي، فقد ألغيت نتيجة الانتخابات في هذه الدائرة، واعلنت اللجنه القضائيه الاولى للانتخابات برئاسه المستشار عبد المعز ابراهيم موعدا اخر وهو يوم السبت المقبل، والاعاده ستكون يوم الاربعاء المقبل. هناك ايضا طعن الان داخل محكمه القضاء الاداري بقنا لانتخابات القوائم بدائره نجا حمادي. اذا الدائره الثالثه نجا حمادي فردي الغيت وستعاد يوم السبت، اما دائره القوائم لسه ما زالت امام القضاء. لسه ما زالت اليوم، وربما يعلن القضاء هذه الليله ايضا النظر في هذه الدائره، واذا ما ايدت المحكمه هذه الطعون فربما تعاد مع القائم يوم السبت القادم. نعم، شكرا ليك الاستاذ خالد عبد الوهاب مراسلنا في قنا، شكرا لحضرتك. هعود للاستاذ تامر، شكل التحالفات من وجهه نظر حضرتك هتكون في اي اتجاه؟ انا في تصوري اولا ان بالنسبه لتحالف الكتله المصريه، تحالف الكتله المصريه زي ما الدكتور عمرو قال هو بالاساس تحالف انتخابي. نعم. والاتجاه حاليا هيبقى لتوسيعه اكتر، بحيث ان هو يضم عده احزاب عندها برامج اجتماعيه، عندها توجه مدني بالاساس. التحالفات دي اللي هيحددها القضايا السياسيه المطروحه والبرامج ومدى تقارب الاحزاب مع بعضها في هذه البرامج. نعم. احنا في الحزب بتاعنا، في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عندنا اتجاه في ميل قوي ناحيه العداله الاجتماعيه. ليس فقط قضيه مدنيه الدوله، قضيه مدنيه الدوله هنتحالف فيها مع بعض الاحزاب، انما عندنا قضايا اخرى منها قضايا العداله الاجتماعيه، منها قضايا حقوق المراه، منها قضايا حقوق الاقليات، منها قضايا خاصه بالتعليم، خاصه بالاقتصاد، كيف يكون هناك اقتصاد اكثر انتاجيه واكثر تفعيلا لمشاركه فئات الشعب. وفي القضايا المحدده دي ممكن هتلاقي تحالفات تنشا عابره للتحالفات الاساسيه، يعني ممكن اتحالف انا وناس
من التحالف الديمقراطي فيما يخص حاجات معينه في قضايا يعني التعليم. هل ممكن يكون في اكثر من تحالفات بخصوص قضايا معينه؟ هل ده من الناحيه الدستوريه او من الناحيه الموضوعيه ممكن يحصل فعلا على توافق حضرتك مش بالضروره تحالف بالظبط يعني توافق يعني انا اتفق مثلا على فلنفترض مجانيه التعليم. نعم. فساعتها لو في ناس في الحريه والعداله او في ناس في التحالف الديمقراطي متفقه معانا على هذا الكلام، فبالتالي هيصوتوا معانا في البرلمان في هذا الكلام. هنتفق مثلا على شكل الدوله، ودي احد القضايا الهامه المطروحه اللي لازم نتكلم فيها. طبيعه النظام السياسي، هل هيبقى رئاسي برلماني مشترك؟ هل هيبقى نظام رئاسي؟ دي برضو احد الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، ودي ممكن يبقى فيها توافق. فالتحالفات السياسيه عامه ما بتبقاش ابديه الطابع، بس بيبقى ليها دوام اكتر من التحالفات الانتخابيه. بس انا في تصوري عشان التحالف الديمقراطي شديد الاتساع تحديدا، هنلاقي فيه نصريين وهنلاقي فيه بعض اليسار وهنلاقي فيه بعض الاتجاهات اليمينيه وكده، ممكن يكون انفراط عقده او بعض حبات العقد يعني بتاعه ممكن يبقى اسهل شويه. احنا عندنا قاسم مشترك اوضح ابتدينا عليه في الكتله. هذا القاسم المشترك يمكن يتغير بس هيظل موجوده فكره مدنيه الدوله. نعم. هتفضل موجوده. نعم. لانها جزء من المكون الفكري بتاع الاحزاب دي. نعم. دكتور عمرو، قبل ما نشوف التقارير اللي هيقول لنا راي الشارع في البرلمان وراي الشعب في البرلمان وما هم يتوقعونه من البرلمان، البرلمان بيكون هو مسؤول عن السلطه التشريعيه والسلطه الرقابيه. هل تتوقع ان يكون هذا البرلمان هو برلمان تشريعي فقط، او هل سيكون هناك وقت لان يمارس البرلمان المصري سلطاته الرقابيه في ظل هذا الصراع السياسي ولسه برضو عدم وضوح الصوره بالنسبه لانتخابات الرئاسه وانتقال السلطه وغيره؟ بدون شك انه الاعمال الرقابيه هيكون ليها دور كبير جدا في البرلمان، لانه الشعب اختار ممثلين لينوبوا عنه في القيام بهذا الدور. يعني احنا على بعد الثوره نشأت اكتر من حكومه وجي اكتر من رئيس وزراء 2 او 3 حتى، وكان الطريقه الوحيده للاعتراض او لابداء الراي او كده هي الخروج لميدان التحرير والميادين الاخرى. فلاول مره دلوقتي ولاول مره من سنين طويله قد يكون يعني من في المدى المنظور يعني بنتكلم على برلمان فعلا بيعبر عن الشعب، ومن خلاله هذا الشعب سيمارس دوره فعلا الرقابي على اداء الحكومه. نعم. فده انا اظن انه ده هيكون واضح، وطبعا بيرتبط لان الحكومه برضو عليها قرارات صعبه بتاخدها وعليها سياسات المفروض تنفذها وعليها موضوع مثلا ضبط الامن، موضوع اداره عجله الاقتصاد، دي كلها امور الحكومه نفسها تحتاج الى عين رقابيه اخرى تعاونها وتساعدها على تصحيح مسارها. وده هو ده الدور الرقابي الايجابي. الدور بقى التشريعي في الحقيقه طبعا بدايه من تشكيل الهيئه التاسيسيه لعمل الدستور، لكن في كم هائل من القوانين اللي محتاجه ضبط وتعديل مساهمه في حل القضايا الاساسيه اللي بتواجه المجتمع. فالحقيقه ربنا يكون في عون اعضاء البرلمان، قدامهم اعمال كبيره وضخمه، وتوقع زي ما حضرتك قلت توقعات الناس الحقيقه توقعات يعني عاليه جدا وسريعه جدا كمان. يعني احنا كان في احد الزملاء في احد المرشحين الفردي في معانا في حزب الحريه والعداله في الجوله الثانيه في الاعاده قابل احد الناخبين، فالناخب قال له انا مش انا انتخبتك المره الاولانيه مش هنتخبك في الاعاده. فبيقول له ليه؟ قال له انتخبتك الاسبوع اللي فات وما عملتش حاجه لغايه دلوقتي. فيعني لهذه الدرجه غير بسيط، وقصه فعلا حصلت. يعني الفكره ايه؟ ان الناس فعلا منتظره ان هي بمجرد ما بتختار الشخص نجح او ما نجحش، او يعني طبعا لو نجح يبقى اكتر، ان في عصا سحريه في ايده هيحل مشكلته هو الشخصيه وهيحل مشكله الشارع بتاعه ومشكله الحي بتاعه. لازم ندي كمان للبرلمان فرصه ان هو فرصه منطقيه ومعقوله. الاعلام بقى هيوضحوا لكن فعلا حقيقي، والناس برضو معذوره لان الناس عندها طبعا سنين طويله من فطبعا اجنده مزدحمه جدا في ظل مشهد ملتبس زي ما حضرتك ذكرتي. ولكن انا يعني كل ثقه انه الثقه اللي خدها اعضاء البرلمان من اختيار الشعب ليهم هتدعمهم بحيث يقوموا بدورهم على افضل وجه. ان شاء الله يكون البرلمان عند حسن هذا الظن وعند مستوى هذه الثقه باذن الله. معنا ايمان من اسكندريه. مساء الخير. مساء الخير يا ايمان، اهلا بيك. بمسي على الاساتذه الاستاذ خالد والاستاذ عمرو، وكان ليا سؤال بسيط كده اهوت. اتفضل يا حبيبي. كنت عايز اعرف ايه رايهم في موضوع انسحاب حزب المصريين الاحرار من الشورى.
فدي حاجه في صالحهم ولا ضدهم؟ بس هو ده السؤال. شكرا ليكي، ميرسي ليكي يا ايمان. طب نبدا بال تمام. فيما يخص بالاجابه على سؤال الاستاذه فيما يتعلق بانسحاب المصريين الاحرار من الشورى، المصريين الاحرار كان لهم بعض التحفظات، وهي تحفظات كانت موجوده عندنا كلنا فيما يتعلق باداره العمليه الانتخابيه، فيما يتعلق ببعض الممارسات، فيما يتعلق بوجود نبره طائفيه واقصائيه عنيفه مورست ضد الكتله المصريه في اثناء الانتخابات، فيما يتعلق بتغاضي الهيئه العليا للانتخابات عن الاستجابه للعديد من الشكاوى اللي كانت هنا، وبالتالي هم قرروا، وده قرار يعني احنا لازم نحترمه في الاخر، ان هم كحزب ينسحبوا من انتخابات مجلس الشورى، انما الكتله المصريه ما زالت مستمره. يعني انسحاب حزب لن يؤثر في لن يؤثر. احنا النهارده كان في اجتماع الهيئه العليا في الحزب عندنا، وخدنا قرار ان احنا مستمرين في انتخابات الشورى ومستمرين في الكتله المصريه، وبنامل ان شاء الله ان احنا نقدم معركه انتخابيه جيده، لان المعارك الانتخابيه مش بس انها بتجيب كراسي، المعارك الانتخابيه بتبني الاحزاب وبتبني الحركات السياسيه وبتوجد لها قواعد في الشارع. احنا في عندنا انتخب الكتله حوالي 3 مليون ناخب، مش ممكن هتخلى عنهم بهذه السهوله. لازم استمر في هذه المعركه. هم متوقعين مني كده، متوقعين مني ان انا افضل متواجد في وسطهم، وانا هستمر في هذا الموضوع ان شاء الله. طب دكتور عمرو، تقييمك لموضوع انسحاب حزب المصريين الاحرار؟ طبعا ده قرار رجع لحزب المصريين الاحرار، ولكن الحقيقه انا من وجهه نظري الشخصيه انا ما اظنش ان الاسباب دي كافيه للانسحاب. يعني الدور المنوط بمجلس الشورى ومشاركته في الهيئه التاسيسيه، يعني تشكيل الهيئه التاسيسيه اللي هتعمل الدستور، انا اظن الدور ده كان من الاهميه انه يعني يحرص كل حزب فعلا على المشاركه فيه. بعض الامور اللي اشتكى منها حزب المصريين الاحرار الحقيقه كانت ممارسات من كل الاحزاب، ما كانتش فقط من منافسي المصريين الاحرار يعني جميع. بس ارجع اقول برضو ايه، ما هو حجم هذه التجاوزات اذا سميناها تجاوزات او الخروقات مقارنة بالمشهد الانتخابي كله اللي كنا بنشوفه قبل الثورة. يعني احنا بنتكلم على حاجة تانية خالص. يعني قبل الثورة كان في ما كانش في اصلا انتخابات. احنا دلوقتي بنتكلم فعلا على عملية انتخابية شبه بعض الشوائب، وفي الدنيا كلها بيبقى في شوائب، يمكن ازيد شوائب، بس دي اول، يعني لازم ندرك ان دي اول عملية انتخابية حقيقية في المدى اللي كلنا عشنا فيه. اي واحد ايا كان عمره في مصر ما شافش تجربة انتخابية بهذا الشكل كانت لا. وبالتالي هذه التجاوزات اللي هي كانت برضو من الجميع، انا ارجع واكد تاني، انا من وجهه نظري الشخصيه يعني لا تبرر الانسحاب، ولكن طبعا ده احنا قرار بنحترمه، كل حزب بياخد الرؤيه اللي بياخدها يعني، فهو يرجع ليهم يعني مراجعتهم في هذا يعني. نعم. انا بس كان ليا تعقيب على الكلام اللي كان قاله دكتور عمرو قبل المداخله الهاتفيه اللي احنا خدناها، مش تعقيب، هو بس استفسار. دلوقتي اللي جاي هناك خوف ان هو يكون منزوع الصلاحيات، هناك خوف ان هو يكون علشان احنا في ظل نظام رئاسي ما يقدرش ان هو يشكل حكومه مثلا. هناك خوف ان هو ما يقدرش يطرح الثقه في الحكومه. اذا كنت انا ما اقدرش اطرح الثقه في الحكومه، هقدر ازاي ان انا اراقب عليها وابقى السلطه، لان انا كده السلطه بتاعتي بتبقى منتقصه. فده تحدي امام مجلس الشعب ان هو يثبت ان هو قوه سياسيه فعاله، لان الوضع السياسي في مصر محتاج قوة توزن الأمور شوية أمام المجلس العسكري أو أمام ميدان التحرير. الناس محتاجة تشوف إن في استجابة للمطالب. لأي درجة مجلس الشعب في ظل وجود أغلبية لحزب الحرية والعدالة قادر إنه يخش في مثل هذه المواجهات، لأن ده حاجة مهمة جدا، لأن دي بتضع شرعية الناس المنتخبة على المحك في نهايه الامر. فده سؤال مهم، ارجو ان الدكتور عمرو يعني لو نقدر نتكلم فيه يبقى مهم جدا يعني. هو فعلا يعني احنا عايزين ناخد راي الدكتور عمرو في هذا الموضوع، لانه يعني فعلا محتاجين نتعرف على شكل البرلمان القادم وطبيعته ومدى الصلاحيات اللي هتمنح ليه في الفتره القادمه. بس خلينا نطلع لتقرير معنا. عذرا، معنا الاول هناخد الصحفي مدحت نصار مندوبنا في مطروح، هيكلمنا عن مجريات الامور في الانتخابات النهارده. اتفضل يا استاذ مدحت. الو. اتفضل يا استاذ مدحت، اهلا بيك. النهارده شهدت جوله الاعاده اقبال متوسط في جوله الاعاده
في جميع لجان مطروح البالغ عددها حوالي 267 لجنه على مستوى المحافظه في دايره وحيده ب8 مراكز، تضم 8 مراكز. نعم. الاقبال كان ضعيف لان طبعا كان الجوله الاعاده كانت على مقعد واحد وهو مقعد العمال، بعد ان حسم الصراع في الجوله الاولى مرشح حزب النور الشيخ عثمان ضيف علام، فكانت جوله الاعاده ما بين مرشح حزب النور ايضا منصور قويه ومرشح المستقل وعضو مجلس الشعب السابق رزق جالي نصر الله. نعم. فكان الاقبال يكاد يكون متوسطا في الساعات الاولى من الصباح، الا ان بعد الساعه 2 بعد خروج الموظفين بدأ نسبيا بعض اللجان شهدت اقبال، خاصه لجان السيدات كبعض اللجان الموجوده داخل مدينه مرسى مطروح. كان صارت اشاعه في الفتره بعد الجوله الاولى ان هناك احتمال ان يتنازل المرشح المستقل لصالح مرشح حزب النور نظرا للفارق الاصوات الكبير. نعم. ان مرشح حزب النور حصل على 54,000 صوت من اجمالي 112,000، ومرشح المستقل كان حصل على 10,000 صوت فقط. نعم. ولكن دي كانت اشاعه، والنهارده دخلوا السباق في جوله الاعاده، واحتمال غدا الاكبر ان المرشح المستقل بيجمع بعض القوى التي خرجت من السباق للوقوف بجانبه، خاصه بس هل تتوقع ان ده الاعاده هتغير كتير في الموقف او في فرق الاصوات؟ مع قله عدد الناخبين اليوم الاول احتمال الملاحظ ان يكون في فرق بسيط جدا في الاصوات. نعم. لا يتعدى ال1000 وال2000، بس لصالح مين احنا مش يعني نعم. لا احد يعرف حتى الان، لان المرشح المستقل برضه من احد ابناء القبائل، وهي قبيله اسمها الجميعات، وهي من اكبر من الكتل التصويتيه الكبرى خاصه في مدن شرق مطروح. نعم، شكرا ليك مدحت نصار مراسلنا في مرسى مطروح. شكرا لحضرتك. خلونا نطلع لتقرير نشوف راي الشارع المصري في البرلمان القادم، صلاحياته ومسؤولياته. خلونا نطلع لتقرير ونعود لنستكمل الحوار. الكثير والكثير من الطموحات والتطلعات يبنيها أبناء الشارع المصري وأبناء الشعب المصري على البرلمان القادم. أعود للدكتور عمرو وأسأل حضرتك أنه البرلمان هو من مسؤوليته المفروض أنه هو يشكل الحكومة. حكومة الدكتور الجنزوري موجودة بالفعل، وبدأت الحقيقة في خطوات إصلاحية وإجراءات إيجابية يمكن لأول مرة نشهدها منذ بداية الثورة والثلاث حكومات اللي مروا عليها. هل هذا البرلمان سيقوم بإجراء تعديلات وزارية في الحكومة أم ستستقيل الحكومة وتتشكل حكومة جديدة؟ بمعنى أصح يمكن برضو كمان الأستاذ تامر أشار إلى أن ربما يكون البرلمان منزوع الصلاحيات أو هناك حدود لصلاحياته، والحقيقة أن ممكن هذا الموضوع يعني يثير توتر الكثير من أبناء الشعب اللي حاطين أملهم على هذا البرلمان. هو مش معقول يكون في 30 مليون واحد خرجوا ينتخبوا برلمان عشان يشوفوا الآخر برلمان منزوع الصلاحيات، وهتبقى صدمة كبيرة بالنسبة لهم. بس أنا يعني اللي لازم السادة المشاهدين يعرفوه إنه طبقا للنظام اللي موجود حاليا، طبقا للإعلان الدستوري القائم، النظام نظام رئاسي، وبالتالي المسؤول عن تشكيل الحكومة ليس البرلمان، المسؤول عن تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية اللي هو بيقوم مقامه دلوقتي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. دي رقم واحد. لكن برضو طبقا لنفس الإعلان الدستوري المجلس الشعب له الصلاحيات الرقابية والتشريعية الكاملة، وإذا احنا عايزين نفهم دي يعني أنا متحفظ بس يمكن تعبير حضرتك قلتيه ما هي الصلاحيات التي ستمنح له. هو نواب الشعب الحقيقة دلوقتي مش منتظرين، أنا ما أظنش إن هم منتظرين إيه اللي هيمنح لهم، هم عارفين كويس قوي دورهم الدستوري والتفويض اللي أخدينه من الشعب ومتحمسين جدا للقيام بيه. وده الحقيقه مش دور فقط، مش دور الاحزاب اللي اخذت مقاعد كتيره، ده حتى الاقليات بالظبط. ده في بعض النواب الافراد المستقلين اللي هم لا ينتموا حتى لاي حزب في منتهى الحماس، واعلنوا عن يعني اجنده واضحه ومطالب وامور هيقوموا بيها
على هذا الطريق وهم افراد يعني. نعم. يعني انا احب اطمن الساده المشاهدين انه البرلمان دلوقتي صورته هتبقى مختلفه تماما عن البرلمان هيكون الموجود قبل كده. برلمان حقيقي يعني، برلمان حقيقي. النقطه طبعا اللي اثارها الاستاذ تامر نقطه يعني جميله ولازم يجاب عليها. صحيح البرلمان لا يستطيع ان يشكل الحكومه. احنا طبعا بنتكلم ولا يسحب ثقه يا فندم، ولا يسحب ثقه من الحكومه. بس احنا بنتكلم كل ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على 4 شهور الفتره الانتقاليه. احنا في عندنا التزام بجدول زمني من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بنقل السلطه في موعد غايته اخر يونيو في منتصف هذا العام. في الفتره دي الحقيقه من الضيق، يعني انا وجهه نظري الشخصيه انها لا تتحمل حتى حكايه طرح الثقه وعدم طرح تغيير الثقه حكومه اخرى. لكن هي النقطه اساسا ايه؟ لازم يبقى في توازن ما بين السلطات اللي موجوده. احنا عندنا في المرحله الانتقاليه دي في مجلس اعلى وفي حكومه وفي برلمان. الحكومه ممكن تقترح تشريعات. في العهد البائد كان اللي بيقترح من الحكومه موافقه زي ما احد الساده قال المشاهدين. ولكن هل حضرتك شفت يعني مع حكومه الدكتور الجنزوري هل بقى في نوع من انواع التوازن شويه ما بين دور المجلس العسكري ودور الحكومه؟ والله انا ده لسه مش واضح ليا. يعني انا بحس انه لانه ما فيش تشريعات ظهر، يعني في بعض الاجراءات في بعض التصريحات، ولكن مش بالضروره يعني الموضوع مستقل جدا. بس ارجع اقول تاني احنا بنؤكد ان احنا بنتكلم على مرحله انتقاليه او فتره انتقاليه. نعم. الحكومه هتطرح ممكن تطرح مشروعات قوانين. الوضع اللي قبل كده انه كان دايما موافقه بشكل اوتوماتيك. لا، البرلمان دلوقتي هيناقش ويسائل، مش بالضروره يرفض ولكن ممكن يحسن قانون. إذا لم تستجب الحكومة ممكن يبقى ليه موقف برفض هذا القانون. أيضا البرلمان له حق أنه يقترح تشريعات وقوانين، وده كانش بيحدث قبل كده في البرلمان السابق. يعني هي دايما الأمور كانت وان واي، كانت بتيجي من الحكومة وتفرض على الناس وما نعرفش إيه سببها ولا سبب طرحها ولا كده. فإذا احنا بنتكلم على فترة انتقالية مارس فيها واصر فيها النواب ان هم يمارسوا كلهم بقى، مش حزب معين ولا تيار معين، يبقى اتجاه معين يمارسوا كلهم مع بعض، يمارسوا دورهم الحقيقي في التشريع والرقابه. انا اعتقد ده يبقى كافي جدا واداء مرضي للغايه في خلال هذه الفتره الانتقاليه. طبقا بقى للدستور اللي هيجي بعد كده، ايه الصلاحيات اللي هتمنح؟ هنبقى نظام برلماني، نظام مختلط، نظام رئاسي، ايا كان. هو طبعا في دلوقتي اتجاه من كتير من الاحزاب ان الاوضاع في مصر افضل انها تميل الى النظام المختلط اللي هو الرئاسي ما بين رئاسي وما بين برلماني. لكن يعني في ظل هذا بيبقى في صلاحيات معينه وكده، بس الصلاحيات اللي موجوده دلوقتي كافيه جدا لمشاركه ايجابيه من البرلمان في فتره انتقاليه. هعود للاستاذ تامر. بالنسبه لموضوع اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور، البرلمان من اهم مهماته ان هو يختار اعضاء هذه اللجنه. قيل انه في نسب معينه لاعضاء اللجنه، قيل انه 40% من داخل البرلمان و60% من الخارج. توقعاتك بالنسبه لتشكيل اللجنه التاسيسيه للدستور، وهل ستحدث نوع من انواع المصادمات ما بين البرلمان والمجلس العسكري اثناء هذا او هذه المهمه؟ والله انا في تصوري ان العبء الاكبر المفروض ان هو يبقى واقع على كاهل القوى السياسيه. كان من المفترض ان القوى السياسيه انها تقعد مع بعض وتتفق على معايير تشكيل الجمعيه التاسيسيه. تشكل ازاي؟ النسب بتاعتها قد ايه هيبقوا من النقابات، قد ايه هيبقوا من الفنانين، قد ايه هيبقوا من كذا، قد ايه هيبقوا من كذا. وانا اذكر ان قبل الانتخابات بفتره طويله كان الاخوان المسلمين المرشد العام طلع ببيان الحقيقه يعني الواحد كان يحييه عليه. انه طلع بيان وقال ان احنا اغلبيه الجمعيه التاسيسيه هتبقى من خارج البرلمان، وان هو بيدعو القوى السياسيه للتوافق. ده كان ايام وثيقه علي السلمي. وده نقطه مهمه قوي. ايام هذه الوثيقه الاخوان المسلمين انزعجوا جدا، حزب الحريه والعداله انزعج جدا، القوى الاسلاميه عموما انزعجت جدا من وثيقه السلمي، وقالت لا وما ينفعش، واحنا بندعو القوى السياسيه انها تتوافق حوالين هذه المعايير. حتى هذه اللحظه لم يتم هذا التوافق. نعم. وفي ناس كتير دعت ان هذا التوافق يتم، انما لسبب انا شخصيا اجهله، قد يكون الدكتور عمرو او قد يكون حد اخر اجابه على هذا عارف. بس دي واحده عشان الموضوع ده كمالته اهم يعني من الموضوع ده. قد يكون الدكتور عمرو عارف ليه حتى هذه اللحظه لم يتم هذا التوافق. الناس تقعد، وما اعتقدش ان مسافات كبيره، يعني الفكره ما اعتقدش ان مسافات كبيره قوي بين الناس، بس في لسبب ما احنا مش فاهمينه كان في اصرار ان ده ما يحصلش.
رغم ان يعني الحزب من عندنا وجه عده نداءات لقياديين في الجماعه وقياديين في الحزب وفي احزاب اسلاميه اخرى، وكانوا بيدونا مواعيد وما بيجوش. اوكي، عشان نقعد نتكلم يا جماعه تعالوا نشوف نتفق على هذه المعايير، بدل ما المجلس العسكري يقعد يقول لنا حاجات وايه ويفرضها علينا، وده كان في استجابه لتصريحات المرشد. تمام. طيب، رفضنا وثيقه علي السلمي، والناس نزلت عن بكره ابيها يوم الجمعه الشهير دوت. والاخوان المسلمين مشوا اخر اليوم في المغرب، ودخلنا في مرحله محمد محمود والقتلى والجرحى والناس اللي عينيها طارت وكل هذا الكلام. كل ده بسبب الموضوع اللي اثير حوالين وثيقه السلمي اساسا. بدايه هذه الدراما اللي احنا شاهدناها حوالين وثيقه السلمي اساسا. وكان من اهم نقاط الاعتراض على وثيقه السلمي الحاجات الخاصه بوضعيه القوات المسلحه. نعم. نفاجئ الحقيقه ان من كام يوم قياديين في جماعه الاخوان المسلمين وفي حزب الحريه والعداله يطلعوا يتكلموا على ازاي ان الجيش يبقى ليه وضعيه خاصه في يعني نفس الكلام اللي في وثيقه السلم، نفس الكلام اللي اترفض قبل كده. فانا يعني برضو دي حاجه من الحاجات اللي اعتقد الناس في الشارع محتاجه لها تفسير، لان الثمن بتاع ان الناس نزلت وقفت ضد وثيقه السلمي كان باهظ. في عندي العشرات قتلوا وناس كتير فقدت ابصارها وفي ناس كتير جرحت. الثمن كان باهظ جدا يعني. فاحنا عايزين نعرف هذا الثمن راح فين. نعم. اتفضل يا دكتور عمرو. كويس. استابر بقى بيقوم دور حضرتك دلوقتي. لا هو انا بس في تصحيح صغير، انه الاحداث يمكن بتاعه محمد محمود وما تبعها ما كانتش هي النتيجه للاعتراض على وثيقه السلمي. هو لو تتذكر حضرتك يوم الجمعه 18 نوفمبر الناس يعني طلعت بالملايين زي ما حضرتك ذكرت، ثم تركت الميدان في اخر اليوم والامور مشيت تمام وخلاص. اللي حصل بعد كده تدخل الشرطه العسكريه والشرطه مع المعتصمين اللي كانوا موجودين من يمكن 10 ايام قبل موضوع الوثيقه ده اصلا ما يثار. التدخل ده هو اللي استدعى احداث اللي حصلت، وبالتالي انا يعني لا اعتقد ان كان في علاقه، يمكن تزامنوا ويمكن حاجه، بس ما كانش في يعني المحتجين اللي كانوا موجودين ما كانوش بيحتجوا على وثيقه السلم اللي هم تعرضوا لاحداث محمد محمود. طب انا استاذن بس حضرتك قبل ما نكمل، لانه في برضه تعقيب على كلام الاستاذ تامر، انه يعني دائما يعني في الفتره الاخيره تحديدا الاخوان المسلمين متهمين بان هم بيغيروا في تصريحاتهم او كانوا بيلتزموا اتجاهات معينه قبل الانتخابات، وتغيرت هذه الاتجاهات وتغيرت التصريحات بعد الانتخابات. فيا ريت برضه حضرتك ايضا تجاوبنا على هذه النقطه باعتبارها مكمله للسؤال. صحيح. هو موضوع التصريحات الحقيقه وفي اكثر من مناسبه في بعض الشخصيات المحترمه يعني في الحزب او في الجماعه بتتكلم لما بتطلع في برنامج او كده، بتتكلم على راي شخصي في مساله لم تحسم بعد. وبالتالي الراي اللي المفروض يؤخذ عن الحزب او عن الجماعه بيؤخذ على لسان المتحدث الرسمي. انا دلوقتي انا بمثل حزب الحريه والعداله فبتكلم عن الحزب. كانت تحديدا السؤال اللي حضرتك ذكرتيه تصريحات بتاعه 40% و60% والكلام ده من احد الناس المحترمين في قيادات الحزب، لكن طلع بيان واضح من المكتب التنفيذي للحزب بالامس انه لا انا اسف مش من المكتب التنفيذي، من الحزب قبل المكتب التنفيذي، انه هذا القيادي راجل محترم ولا احترامه، ولكنه ليس متحدثا باسم الحزب ولا يمثل الراي الرسمي للحزب. لانه النقطه بقى المبدئيه اجابه على سؤال الاستاذ تامر، انه احنا اردنا الحقيقه من ناحيه المبدا انه يظل موضوع تشكيل الهيئه التاسيسيه بالكامل في ايد البرلمان. انا لا اظن ان هيحصل اي اختلاف عندما يعني نتكلم على تشكيل الهيئه التاسيسيه من خلال البرلمان، لكن مشكله تاسيسها خارج اطار البرلمان ظهرت ازاي؟ ظهرت في صميم وثيقه السلمي. حضرتك تتذكر انه مش بس في وثيقه السلمي كان المادتين 9 و10 اللي كان عليهم اعتراض، كان في 3 بنود على تشكيل الهيئه التاسيسيه، كانت منهم ماده بتتيح للمجلس الاعلى اولا ان هو يعترض على ناتج عمل اللجنه التاسيسيه، واذا يعني لم يعني يتفق في الاخر الكلام مع راي هيعمل الدستور بتاعه هو هيشكل هو هيئه تاسيسيه. وبالتالي احنا يعني راينا او راينا انه نخرج من هذا اطلاقا تماما اي تماما، ويظل فقط دور تشكيل الهيئه التاسيسيه طبقا للاستفتاء وطبقا للاعلان الدستوري في ايد البرلمان. طب وضعيه المجلس العسكري في انا اظن ان هي دي النقطه الاساسيه يمكن هي دي مسار الاختلاف دلوقتي طبعا. يعني لكن انا شبه متاكد انه ما فيش اي حاجه في الدستور هتاخد نقاش وجدل واختلاف
على يعني الابواب من الاول للرابع كلها ما حدش مختلف عليها. لما نيجي نتكلم عن نظام رئاسي ولا برلماني ولا مختلط هتلاقي غالبيه الناس دلوقتي ماشيه في اتجاه معين. في بعض الامور البسيطه في السلطه ده هيبقى ايه وسلطه ده ايه، يعني امور مناقشات فنيه وهتحسم، يعني ما فيش في اي مشكله. عشان كده انا بطمن الناس انه موضوع الدستور في حد ذاته باذن الله لن يكون قضيه خلافيه، لكن المهم بقى ان كل القوى السياسيه مع بعض، مش اختلاف بقى بين القوى السياسيه، كل القوى السياسيه مع بعض يعني التفاوض مع المجلس العسكري في هذه الفتره لكي يعني تخرج من هذا الامر. كل الناس بترفض على الاطلاق اي دور سياسي للمجلس الاعلى في اعقاب تسليم السلطه، وكل الناس بترفض ان ميزانيه الجيش تكون رقم واحد في الميزانيه وبدون الدخول في تفاصيل. تمام. لكن في نفس الوقت في امور، يعني الموضوع برضه مش ابيض او اسود، لازم ندرك ان الوضعيه اللي عليها القوات المسلحه لمده 60 سنه كانت موجوده، ومن الصعب جدا انها تنتهي تماما بمجرد خروج كده. طب ازاي هنرتب الاوضاع دي؟ يعني مثلا على سبيل المثال القوات المسلحه بتدير نسبه كبيره من الاقتصاد المصري، بعض الناس بتقدرها ب 20% وبعض الناس بتقول انها تصل ل 30%. طب هنتعامل مع الامور دي ازاي؟ لكن بدون شك كل الناس هترفض انه يبقى في وضعيه للمجلس الاعلى فوق اي مؤسسه دستوريه منتخبه كمجلس شعب او حكومه او غيره، وهترفض ان يبقى في رقم واحد. لكن غير كده في مساحات ممكن، يعني ازاي مثلا تراقب هذه الميزانيه؟ في بقى دي مساحه ممكن الابداع فيها، نبتدي نفكر ازاي. الجيش الان انه الموضوع ده يكون في العلن ويكون كده مطروح للمناقشه في مجلس الشعب، وده طبعا صحيح لانه الامور دي لا تناقش بهذا الشكل. لكن هو بيقول ايه؟ ما حدش يناقشها. لا، ما هو ده مش ده البديل. البديل ان احنا نوجد الاليه اللي تستطيع ان تناقش ده ويكون فيها ممثلين عن الشعب، بحيث فعلا يبقى الموضوع ممكن التعامل معاه. هي الامور دي اللي هتحتاج شويه نقاش وتفاوض، مش تفاوض بين قوى معينه، لا ده بين جميع القوى مع بعض ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، انه يبقى فعلا المرحله الانتقاليه تنتهي باقل تكلفه ممكنه على مصر. علشان فعلا نجنب مصر الكثير من المتاعب بعد كده. بس هو في كمان قضيه ثانيه جدا مهمه، واعتقد ان كان في تصريح برضه من احد قيادات الاخوان بخصوصها، هو موضوع مقاضاه او التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد متظاهرين من قتل وخمس وكذا. تمام. يعني دي حاجات فيها حقوق ناس، في دم. طبعا. واعتقد ان كان طلع برضه من يومين على لسان احد قيادات جماعه الاخوان المسلمين ان نقبل الدين، وده منطق يعني ما اعتقدش ان هو يتسق مع فكره مدنيه الدوله وسياده القانون. يعني فكره يعني وانا هو ده كان فعلا تصريح من الدكتور محمود غزلان. يعني والدكتور محمود يعني دي قضيه هتبقى مهمه اعتقد في التفاوض حوالين الخروج من صحيح. هو بس هو اللي حصل فعلا، لو حضرتك تابعت بعد كده، هو الدكتور محمود قال حاجه في اطار معين، وهو بعد كده طلع بيان شرح فيه ماذا كان يقصده. يعني هو اللي بيقول دلوقتي ايه، انه زي ما انا فهمت من كلامه. استاذنكم معلش انه احنا يعني هو عذرا انه خارج نطاق موضوعنا، بس احنا جالنا استغاثه من الاستاذ محمد ابو حمد من محافظه البحيره في كفر الدوار، في قطر تم قطع الطريق عليه وركابه كلهم نزلوا. هنعرف الموضوع برضو من الاستاذ محمد بشكل اوضح. اتفضل يا استاذ محمد، احنا معاك. احنا دلوقتي راكبين ركبنا من القاهره الساعه 6، القطر قاعد متعطل وبعدين في كفر الدوار نزلونا. مين اللي نزلوكوا بالظبط؟ نعم، مين اللي نزلوكوا؟ السيفر بتاع العربيه والركاب قالوا لنا خلاص القطر كده مش هيوصل اسكندريه، انزلوا هنا وفي اتوبيسات مستنياكوا بره. نزلنا في الشارع مفيش اتوبيسات. يعني هل كان في اعتصام مثلا بيقطع الطريق على السكه الحديد، ولا كان في ايه بالظبط؟ ليه نزلوكم القطر؟ احنا ما نعرفش، احنا قعدنا ساعتين تقريبا في القطر متعطل في طنطا، وبعدين اتحرك لحد ما وصل كفر الدوار. وقالوا لنا خلاص على حد كده انزلوا بقى في اتوبيسات مستنياكوا بره. نزلنا ودينا واقفين في الشارع، لا في اتوبيسات ولا في حاجه. نعم. لكن مفيش اي حاجه، يعني مفيش اي عمل عنف، مفيش اقتحام، مفيش اعتراض لطريق القطر ولا اي حاجه. لا بس في ستات معانا في الشارع، وفي ناس مش عارفه تتصرف، وفي ستات معاهم اطفال ودينا واقفين في الشارع.
احنا يعني نداء للمسؤولين من خلال برنامجنا في كفر الدوار محافظه البحيره ان هم يبعتوا لكم اي سيارات نقل بتقلكم للوجهات اللي انتم رايحين فيها، لانه الوضع غير امن اصلا عنه يبقى في ستات بالليل كده، وانتوا بقالكم كتير يعني. ربنا معاكم باذن الله يتم الاستجابه لهذا النداء. نعود مره اخرى لضيوفنا قبل ان نختم حلقتنا فقرتنا، لانه فقرتنا وقتها يعني اوشك على الانتهاء. سؤال اخير، فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اعلن النهارده وثيقه الحريات الاساسيه وتضمنت الكثير من المبادئ، يمكن جاءت ردا على بعض التصريحات المتطرفه من بعض ممثلي الاحزاب وتحديدا حزب النور السلفي عشان نكون صراحه. هل هذه الوثيقه هتكون مرجعيه او هيتم الاشاره اليها او الاخذ من روح هذه الوثيقه عند وضع المبادئ الدستوريه؟ هو بدون شك اي شيء بيصدر عن الازهر له قيمته وله احترام، وثبت قبل كده في الوثيقه اللي اصدرها برضو الازهر، ثبت ان كل المبادئ اللي فيها حازت توافق يعني وشبه اجماع من كل القوى اللي موجوده على الساحه. وده اوضح انه ده بيثبت النقطه اللي كنت لسه بقولها من شويه، انه ان شاء الله مش هيكون في اي اختلاف عند صياغه الدستور، لان كل المبادئ الاساسيه متفق عليها، متفق على ديمقراطية الدولة، ومتفق انها دولة حديثة ودولة وطنية، ومتفق على مرجعية الشريعة الإسلامية، ومتفق على حريات وحقوق الإنسان. نعم. كل هذه الأمور متفق عليها تماما، وبالتالي يعني الوثيقة الأزهر سواء الأولانية أو الوثيقة بتاعت النهاردة بتؤكد نفس المبادئ، بتؤكد نفس، وبالتالي يعني كل هذه الوثائق جهد مشكور من الأزهر، والازهر طبعا مؤسسه ليها قيمتها، وبدون شك ده ممكن يسهل يعني مجهود يشكروا عليه يسهل عمليه وضع الدستور. راي حضرتك يا استاذ عمرو سريعا؟ استاذ تامر. وثيقه الازهر الاولانيه احنا اعتمدناها كاحدى الوثائق الاساسيه في الحزب عندنا، يعني زي البرنامج زي لائحه الحزب، وثيقه الازهر. واعتقد فعلا زي ما قال الدكتور عمرو ان في كان اجماع بين كل القوى السياسيه على ان احنا ممكن نبتدي من هذه الارض. لازم نحيي فضيلة الشيخ على قيامه بهذه المبادرة، وأرجو أنها تكون دفعة للأمام أن احنا نقدر نبتدي منها أنها توجد هذه الأرضية المشتركة طبعا بدون شك. والأزهر هيلعب دور مهم وأكثر أهمية في الفترة القادمة لضبط إيقاع الفكر الإسلامي أو التيار الإسلامي في مصر. التيار الإسلامي السياسي في مصر ليس كله في رصانة جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. نعم. في ناس بتتكلم على المسيحيين لسه كأنهم أهل ذمة. في ناس بتتكلم عن الجزية في برامج تلفزيونية، في ناس بتتكلم كلام يعني لا يصح. فالأزهر إن شاء الله نأمل ان هو يستمر في القيام بدوره في وزن الامور. نعم، انا اشكر حضراتكم جدا. الاستاذ تامر ميهي عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شرفتنا ونورتنا. الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحريه والعداله والمتحدث الرسمي باسم حزب الحريه والعداله، شرفتونا ونورتونا. وبنتمنى ان يكون البرلمان المصري عند توقعات الشعب المصري، يكون ليه دور فاعل ويعني يساعدنا ان احنا نوصل لبر الامان ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، خليكم معنا، هنطلع لفاصل ونعود لنستكمل فقرات برنامجنا. مشروع ومبادرة لتحويل مصر من دولة نامية لدولة متقدمة، خليكم معنا. دكتور صادق رضوان الحقيقه بيشرفنا النهارده في مباشر من مصر، وهو خبير استشاري في تطوير الدول الناميه بألمانيا، حصل على عده جوائز ويشغل ايضا عده مناصب في ألمانيا، وحاليا هو رئيس المكتب الاستشاري الألماني سيداس لتطوير الأعمال بالدول النامية. برحب بحضرتك يا دكتور صادق أولا، واسمح لي بس أنا يعني بيدور في ذهني وأكيد في أذهان المشاهدين سؤال، إنه تحويل مصر من دولة نامية لدولة متقدمة، هو الموضوع يبدو كحلم مش مبادرة. يعني عايز اعرف ازاي مصر هتتحول من دولة نامية لدولة متقدمة، وكيف يمكن ان يحدث هذا على ارض الواقع، خصوصا ان احنا يعني الحياة مش وردية قوي في مصر في هذه الايام، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن كل النواحي. مساء الخير مدام شيرين، ومساء الخير للسادة المشاهدين. حضرتك ذكرتي حلم. هو طبعا اي نجاح او اي تحويل للدولة من دولة نامية الى دولة عظمى بيبدأ بحلم. مفيش حاجة بتيجي
تلقائي. نعم. لازم الاول نعرف ايه الفرق ما بين دولة نامية ودولة عظمى. الدولة النامية اللي هي زي مصر حاليا، لان الدولة بتنقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هي طبقة المؤهلات العليا، اللي هي بتشمل العلماء والمؤهلين تعليم عالي والخبراء والباحثين. والطبقة الثانية اللي هي بتشمل في مصر حاليا وبتمثل بالنسبة لنا نسبة كبيرة، اللي هي طبقة الأمية في مصر. الدولة العظمى بتنقسم برضو إلى طبقتين، اللي هي طبقة المؤهلات العليا، والطبقة الثانية اللي احنا بنسميها طبقة المهن الحرفية. طبقة المهن الحرفية اللي هي الطبقة اللي لازم النهاردة لا تقل في أي مجتمع من الدول العظمى عن 85% من المجتمع، لأن هي الطبقة اللي بيقوم عليها أصلا المجتمع. الطبقة اللي بتقوم هي البنية التحتية يعني للمجتمع. لا، البنية الأساسية للمجتمع. لأن النهاردة ما ينفعش نلبس اللبس بتاعنا، ولا ينفع نعيش في بيتنا، ولا ينفع كل الحاجات اللي موجودة حوالينا في الحياة بتتم عن طريق الطبقة المهنية المتخصصة. الطبقة المهنية في مصر اختفت يعني، أو تكاد تكون تختفي دلوقتي، علشان حتى إذا مطلوب وظيفة، أداء وظيفة معينة، بتلاقي مثلا وظيفة السائق، وظيفة مثلا العامل في محل مثلا الأدوات الكهربائية أو تصليح الكهرباء، حتى بقى من الصعوبة أن أنت تجد العامل المناسب. حتى لو أنت عرضت وظيفة بأجر كويس بساعات عمل كويسة، الناس بقت مش عايزة تشتغل. المهن اليدوية خلاص، أصحاب المهن اليدوية توجهوا إلى أنشطة أخرى. هي في مشكلة الأول، يعني حضرتك فكرتيني بزمان كلمة الأسطى. كان عندنا في مصر يقولوا الأسطى. الأسطى دوت اللي هو جمع ما بين بلية والمهندس. هو اللي في المرحلة الوسطى اللي بنسميه المتخصص. نعم. كويس. ديت اللي خلاص انقرضت من مصر. صح. ولذلك النهارده بتلاقي حضرتك كل المهنيين في كل التخصصات، لان الدولة النهاردة بتقوم على 5 تخصصات اساسية في المجتمع، اللي هم الصناعة والزراعة والخدمات والمعمار والصحة. تمام. فالنهاردة ما بتلاقيش الانسان المتخصص في هذا المجال او في هذا الاتجاه. ولذلك بس هرجع لبداية حضرتك للمقدمة، ان زي ما بنقول ما فيش امل او الناس خايفة. لا، بالنسبة لي أنا شخصيا أنا شايف إن الأمل في مصر كبير جدا، وشايف إن في مصريين غير كتير جدا بيحبوا هذا الوطن، وفي مصريين كتير ناجحين في دول أوروبا والخارج. وجه الوقت إن المصريين دولت لازم يجوا مصر عشان يقدموا جزء من الواجب اللي عليهم لهذا الوطن. نعم. فإن شاء الله النظرة العامة لمصر فيها خير كبير جدا، لان النهارده احنا عاوزين نتكلم في حديثنا عاوزين ندي للمشاهد الامل اللي حضرتك قلتيه في المقدمه. نعم. يعني الحمد لله احنا في طريقنا حاليا مع هيئه كمجلس امناء لعمل مشروع قومي، هو ده باذن الله اللي هنكمل بقيه السيركل اللي بدأها الدكتور العالم الكبير الدكتور احمد زويل في مشروع مدينه زويل للبحث العلمي والتكنولوجيا. هنكمل بقيه السيركل بتاع الدوله العظمى ان شاء الله. انا عايزه اعرف بقى المشروع او المبادره اللي حضرتك قدمتها كانت بتتكلم عن ايه؟ بتعتمد على اي جوانب من جوانب؟ هقول لحضرتك بالتفصيل. هذا المشروع عنوانه كيفيه تغيير المعايير المصريه الى المعايير العالميه عشان تقدري تحولي مصر الى دوله عظمى. معايير ايه بالظبط يا استاذ؟ اللي هو الستاندر اللي بنسميه بالانجلش الستاندر. ازاي النهارده المتخصص او المهني، لان المهني ما اقدرش اقول في الصناعه، المهني ممكن يبقى في الصناعه وفي الزراعه في الخدمات في المعمار في الصحه، ده بنسميه مهني. فالنهارده هذا المهني ازاي النهارده اشغله حسب معايير عالميه عشان ما يبقاش عندي نوع من الخسائر في الانتاجيه في العمل، وما يبقاش عندي خسائر في الوقت اللي هو بيشتغل فيه. نعم. دي منظومه طبعا، ده نوع او جزء من الاداره في هذه الاتجاهات او هذه المجالات. فالنهارده العنوان بتاعنا كيفيه تغيير المعايير المصريه الى المعايير العالميه عشان نبقى دوله عظمى. بمعنى ايه؟ انا اقول لحضرتك النهارده مثلا لو خدنا كمثال
سواء التاكس النهارده قبل ما ياخد الرخصه في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي بيبقى حافظ الشوارع وحافظ البيوت وحافظ ارقام البيوت وحافظ كمان معلومات عامه عن المحافظه اللي هيشتغل فيها، مش الدوله، المحافظه اللي هيشتغل فيها. وبعد كده بيخش امتحان نظري عشان يسألوه في كل هذه الأسئلة، وبيسألوه كمان كيفية النهاردة ان هو يفادي اي موقف صعب، التعامل مع المواقف الصعبة. دي حاجة الأولى. الحاجة الثانية بيخش امتحان عملي علشان وبيطلع معاه لجنة علشان تشوفوا هل هيتصرف في هذا الامتحان بنفس المعايير او الستاندر اللي حطاه الدولة. هو ده الستاندر. يبقى هي ديت المعايير اللي بتحطها الدولة العظمى ان بيبني عليها كل المهن المتخصصه في الدوله. يعني احنا محتاجين بقى يعني للائحه طويله من المعايير علشان احنا ما عندناش حتى المتخصص عندنا اذا قورن بما هو موجود في الخارج، وانا بتكلم على الايدي العامله مش على التخصصات اصحاب المؤهلات العليا. لا مالناش دعوه بالمؤهلات العليا خالص، احنا بنتكلم على الايدي العامله المتخصص فيها ينقصه الكثير حتى يوصل لمعايير الدول. وده اللي انا عملته، ان انا وقعت بروتوكول مع الاتحاد الاوروبي علشان ننقل هذه المعايير العالمية لمصر في المرحلة القادمة. والمعايير العالمية ديت او الستاندر العالمي دوت هيتنقل لمصر عن طريق انشاء هيئة عامة. الهيئة ديت بنسميها هيئة الاتحاد العام للتكوين المهني. التكوين المهني في المجالات الخمسة اللي قلنا عليهم. فالنهارده احنا خطتنا الاستراتيجيه او الاساسيه ان احنا هنعمل اعاده منظومه استراتيجيه للدوله. بمعنى ايه؟ اصل انا عاوز اشرحها لحضرتك بالتفصيل شويه. النهارده لو رجعنا لايام زمان، ايام المحله الكبرى طلعت حرب، كان عندنا بدايتنا زراعة القطن طويلة التيلة. وبدأنا نغير الفكر بتاعنا من تصدير القطن إلى تحويل هذا القطن لصناعات نسيجية. وحولنا هذه الصناعات النسيجية إلى مصنوعات قطنية أو منتج نهائي، وبدأنا نصدر هذا المنتج النهائي. ده ما جاش من فراغ، ده عشان نتجه هذا الاتجاه يبقى لازم يبقى عندنا زي مدرسة بنسميها مدرسة مهنية أو تكوين مهني، إنها بتعلم العمالة مراحل تصنيع هذه المنتجات حسب المواصفات العالمية، وهو ده اللي بنسميه الستاندر العالمي. طب هل في مثلا خريطه للعمال في مصر في مختلف التخصصات؟ هل في احصاء تم لعددهم، عدد العمال اللي هيخضعوا لهذا البرنامج، اماكن تواجدهم، ازاي يعني هيكون في ادوات لتنميه هؤلاء العمال؟ هل هيتعمل معاهد متخصصه؟ يعني الشكل هيبقى ازاي؟ ما هو الموضوع كمان فيه مفاجاه جميله قوي. النهارده احنا عندنا في مشكلة في مصر واتكلمنا فيها، اللي هي بتمثل نسبة 70% من المجتمع المصري، اللي هي الطبقة الأمية والطبقة الفقيرة. فاحنا النهارده بنعمل نوع من الاستثمار في هذه الطبقة. بمعنى ايه؟ النهارده عاوزين يعني قبل ما نقول احنا هنعمل ايه، لان ده له هيكل هنتكلم فيه، بس هدي لحضرتك الفكر بتاع كيفية تحويل الطبقة الفقيرة إلى طبقة منتجة في المجتمع. ودي مهمة جدا. أو الطبقة الأمية إلى الطبقة الأمية الفقيرة إلى طبقة منتجة في المجتمع. إزاي؟ فالطبقة ديت النهاردة عاوزين نوظفها في اتجاهات متعددة. هذه الاتجاهات في اتجاهات الصناعة واتجاهات الزراعة، وخلينا نركز على الجزئين دول بس، لأن الدولة العظمى تبنى على الصناعة، تصنع كل المنتجات اللي تلزم المجتمع أو السوق المحلي، وتزرع كل المحاصيل الزراعية اللي تكفي الشعب. تمام. يعني احنا هنحول هؤلاء الطبقة لعمال ولفلاحين يزرعوا متخصصين. ازاي هنحولهم؟ انا هقول لساعات بنحولها بقى، ما هي دي المنظومة. احنا بنعمل ان شاء الله، يعني المشروع بيكمل حاليا، بنعمل حاجة اسمها الهيئة العامة للاتحاد العام المهني. وهذه الهيئة بينبثق من تحتها على مستوى المحافظات غرف اسمها غرف التكوين المهني، مستوى المراكز
والقرى اللي هي بنعمل زي مدرسه اسمها او مركز التكوين المهني. بس النهارده في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. احنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل اعاده تخطيط استراتيجي للدوله. بمعنى ايه؟ وقلنا مثال اللي هي المحله الكبرى في المصنوعات النسيجيه. فالنهارده احنا محتاجين نعمل عمليه توزيع لكل المراكز اللي موجوده في الدوله انها تبقى متخصصه في صناعات مختلفه. يعني نرجع الرونق الجميل بتاع مصر ان نقول عندنا في مركز سلام مركز دمنهور، هذا المركز متخصص في صناعه المصنوعات الجلديه. نرجع دمياط لرونقها في المصنوعات الخشبيه، نرجع المحله لرونقها في المصنوعات النسيجيه. بس في نفس الوقت احنا بنعمل المراكز بتاع التكوين المهني مش بصفه عامه، يعني مش هنعمل فيها كل الصناعات، احنا عاوزين نعمل فيها وفقا لتخصصه او وفقا للمنطقه اللي موجوده في هذا المركز، بحيث ان يحصل عندنا نوع من التخصصيه. وهذا المركز على فكره التعليم فيه ليس تعليم نظري، التعليم فيه هو تعليم عملي فقط، وبياخد وقت من 6 أسابيع ل3 شهور بحد اقصى، وبيتعلم فيه الطبقه الاميه او الطبقه الفقيره دي بتتعلم فيه 3 حاجات. رقم 1 بدايات التعليم، رقم 2 تغيير السلوك للتعامل مع المواطن، رقم 3 التخصصيه في هذه المهنه الصناعيه اللي هيتعلمها في المركز. في حضرتك نقطه مهمه اشرت اليها اللي هي تغيير السلوك للتعامل مع المواطن. الحقيقه انه يعني الكثير من القطاعات والفئات في الشعب المصري حاليا اصبحت في حاجه الى تعديل سلوك، لانه بعد سنوات من الاستبداد في اثناء فتره الحكم السابق والديمقراطيه اللي احنا حصلنا عليها، حصل تغيير في سلوك المواطن المصري، وهذا التغيير ملحوظ على كافة الأصعدة. يمكن كان زمان لما نشوف يبقى في حادثة في الشارع أو حد بيضايق واحدة ست كان تلاقي 1000 واحد ممكن يقفوا إن هم ينقذوها. دلوقتي لو أي حد عربيته عطلت على الكوبري أو أي واحدة ست عربيتها عطلت على الكوبري مفيش عربية حتى بتقف لها عشان تساعدها. في نوع من أنواع السلبية بدأت تظهر في شخصية المواطن المصري، فإحنا مش عايزين برضو نغفل نقطة تغيير بعض او ازاله بعض الشوائب اللي لحقت بالشخصيه المصريه. يعني حضرتك قلتي حاجتين بس هم يندمجوا الحل بتاعهم اتجاه واحد، اللي هي رقم 1 بنتكلم على الديمقراطيه او مفهوم الديمقراطيه لدى الشعب المصري. رقم 2 اللي هي تغيير السلوك لدى المواطن المصري. الاثنين بيندمجوا او هم حلهم هو حل واحد، هو وضع منظومة استراتيجية من القوانين التي تنظم الدولة، وهذه القوانين بتبقى ذات قوانين ذو دكتاتورية عادلة في المجتمع. يعني ايه؟ يعني لازم هذه المنظومة او القوانين تطبق على رئيس الجمهورية ان شاء الله اللي جاي لغاية العامل اللي موجود في الشارع. فيبقى في النهارده ده المفهوم الحقيقي للديمقراطيه. لان ليس المفهوم الحقيقي للديمقراطيه ان انا اصحى النوم من الصبح من بيتي واقوم اعمل اللي انا عاوزه، ده مش ديمقراطيه خالص. وبالتالي النهارده وضع هذه المنظومه اللي يجب ان الدوله، ويجب طبعا ده دور الحكومه ودور مجلس الشعب او دور القادم ودور رئيس الدوله القادم، ان هذه المنظومه القانونيه الصارمه التي تنظم سلوكيات المجتمع وتنظم المجتمع المصري وتنظم حياه الفرد المصري او المواطن المصري من لحظه ان هو ما يصحى من النوم لغايه ما ينام، ازاي بيعيش في دوله منظمه. يبقى هي في الحاله ديت تلقائيا الانسان المصري سلوكه هيتغير. نعم. المشروع اللي حضرتك مقدمه، هل حضرتك تناقشت مع يعني في هذا المشروع او في تفاصيله او في امكانيه دعمه من الحكومه الحاليه حكومه الدكتور الجنزوري؟ هو المشروع النهارده في دول كتير هتدعمه، ومنها على رأسها طبعا دول من الاتحاد الأوروبي، وإن شاء الله برضو النهارده هيبقى في دعم من الجانب المصري. واحنا ماشيين في خطوات منتظمه. بنخلص المشروع بتاعنا عن طريق هيئه مجلس الامناء اللي تم تشكيلها، وهي من اساتذه من العلماء واساتذه الجامعه، وكلهم على فكره مصريين مش مستعينين باي ناس من الخبراء من الخارج.
ويمكن النهارده اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي النهارده بتشجع القطاع الخاص في عمليه النهوض بالمجتمع او بالوطن باحد الدول الناميه. افهم من حضرتك انه هيكون هذا المشروع بادره لضخ استثمارات جديده من الاتحاد الاوروبي او لمشروعات جديده تتعمل في مصر تحاول انها يعني تنقذ الاقتصاد المصري من التردي اللي هو بيعاني منه الفتره اللي فاتت؟ النهارده بالنسبه للاقتصاد المصري النهارده ايه مشكله النهارده المستثمر المصري والمستثمر الاجنبي في الاستثمار في مصر؟ الامن والاستقرار. لا اعتقد دي الدرجه الاولى يعني. دي حاجه، الامن والاستقرار، الامن في مصر رضينا ام لم يرضى لازم يتوجد، دي ما فيهاش نقاش. انما مشكله النهارده اي مستثمر مصري او اي مستثمر اجنبي، دايما بقول المصري لان انا النهارده شويه انا متحيز الى ان انا عاوز اشوف كل الاستثمارات اللي في مصر في الفتره القادمه من المصريين. نعم. لان نحن لدينا من المصريين اللي هم يقدروا ان هم يعملوا هذه الاستثمارات. وانا النهارده مصري وفخور بان انا مصري، وفي مصريين ناجحين زي ما قلت لحضرتك قبل كده على مستوى العالم. نعم. فالنهارده مشكله المستثمر المصري هي ليست الارض والمباني وخامات الانتاج وماكينات الانتاج، هي مشكله المستثمر المصري في وجود عماله متخصصه في مختلف الصناعات. نعم. او في مختلف انواع الزراعه عشان يقدر يستثمر، او في المشروعات السمكيه، الثروه السمكيه. فالنهارده لما نيجي احنا نعمل عمليه استيراد للمعايير العالميه وعمليه تطبيقها هنا في مصر واحضاء وارسال كوادر من عندنا في مصر للدول الاوروبيه لتعليمها واعادتها لمصر زي ما حصل من ايام محمد علي وبعت للاستانه في تركيا، فيبقى النهارده احنا بنبدا نعمل عمليه جذب للاستثمار المصري والاستثمار الاجنبي في مصر. هل المشروع ده معمول على عده مراحل او مقسم مثلا على حسب المنطقه الجغرافيه ولا على حسب نوعيه العماله؟ يعني التقسيمه بتاعته عامله ازاي؟ طبعا المشروع دوت النهارده عشان بنتكلم في موضوع استراتيجي على تقسيم الدوله، فلازم ننظر لاهم حاجه في الدوله ايه هي ثروات الدوله. لان النهارده مثلا لو جينا بصينا لصعيد مصر، صعيد مصر في مثلا لو جينا بصينا لقنا وسوهاج واسيوط بنزرع الموز بكميات غزيره، فالنهارده طب هل الموز دوت هيطلع منه الصناعات؟ يبقى بناء على هذا نقدر نشوف ان النهارده نقدر نعمل المدارس المتخصصه في الصناعات ديت في هذه المنطقه طبقا للمحاصيل الزراعيه. انا برضه عايز اسال حضرتك ودون قطع كلامك معلش، انه يعني هذه الخطه هل ساهمت قبل كده في نقل احد الدول الناميه لمصاف الدول المتقدمه، او هل تم تنفيذ هذا المخطط بالفعل على دوله اخرى ولا مصر هي اول دوله سؤال جميل يطبق فيها ده؟ سؤال جميل. يبقى لازم نرجع بقى هنا نتكلم عن الصين. ازاي الصين بدأت حياتها بقى في البداية خالص؟ الصين اللي بدأ اول ما بدأت الصين صناعات صغيرة، وانا بركز على كلمة مهمة جدا، الصناعات الصغيرة المتكاملة. انا ضد المشروعات الصناعية الكبرى. انا شخصيا ضد المشروعات الصناعية الكبرى. ليه؟ لانها ما بتعملش ما بتستفدش من ايدي عاملة بكثرة. نعم. انما المشروعات الصغيرة المتكاملة بتعمل عملية جذب وبتاخد كم من العمالة او الايدي العاملة بكثرة. لما نيجي للصين، الحكومه الصينيه بدات، انا هقول لحضرتك القصه الجميله بس يا ريت سريعا عشان وقت البرنامج. بدات انها تبعت من عندها من الحكومه ناس يصوروا من المنتجات في المعارض الدوليه، وبدات تقول لهم صنعوها على الصوره، وبداوا يصنعوها، فبداوا يفكروا بافكار مختلفه في خامات الانتاج واستخدموا خامات اخرى، وجه من هنا فكر اخر في الصناعات الصينيه غير الفكر اللي كان بيتم تصنيعه في اوروبا. حتى يعني دلوقتي منعت عمل اي كوبيز في الصناعات الصينيه، بس عشان احنا يعني قدامنا دقيقتين بالظبط. تمام. وبعدين مرت بمراحل لغايه ما حصل نوع من التطوير في الصناعه. نعم. فجم النهارده عملوا اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي على انشاء المراكز التكوين المهني
علشان يشتغلوا حسب وفقا الستاندر للمعايير الأوروبية بالظبط. لان النهارده الصين ما قدرتش تصدر اي منتج لاوروبا الا مطابق للمواصفات الاوروبيه، وده كان هنا مربط الفرس. يعني النهارده مربط الفرس، وده السبب النهارده النمو الاقتصادي والنمو الصناعي في الصين ان هو حصل له طفره كبيره. لان النهارده لو جينا خدنا مثال ان صادرات الصين لالمانيا 35 مليار، ولكن برضو صادرات المانيا للصين 35 مليار يورو، فالمعادله صفر. بس الصين بتصدر لالمانيا منتج نهائي، والمانيا بتصدر للصين مكن وتكنولوجيا. ده شيء هايل جدا، ويعني ممكن تكون بشرة كويسة ان احنا يعني باذن الله مع الاصرار أكيد. ومع التصميم ومع التخطيط الجيد اكيد، سواء من حضرتك والكثير برضو من المصريين الافاضل اللي نجحوا في الخارج، لما يجوا يطبقوا ده هنا اكيد احنا هنبقى دولة متقدمة هنبقى ان شاء الله، وندي امل لكل المصريين وكل الساده المشاهدين. هنبقى وهنشتغل بقوتنا وبعزيمتنا حتى كافراد وليس كمسؤولين. نعم، وان شاء الله نلتقي مع حضرتك في حلقه اخرى بعد نقول ندي شهر او شهر وشويه عشان نشوف المشروع وصل لحد فين ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري في تطوير الدول الناميه بألمانيا، شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. وشكرا لكل مشاهدينا. تابعوا حلقه اليوم من مباشر من مصر. غدا ان شاء الله حلقه اخرى، فريق عمل اخر. تصبحوا على خير.